بلا مقدمات، فالأمر ليس في حاجة إلى أي مقدمة أو إلى أي مقدمات. معنا المعلم حسن شحاتة. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الفل، منور. الله ينور أكثر عليك. رشاقة، ويعني الحمد لله. إيه الجمال ده. ما هو يعني زي ما يقولوا بقى هقول ايه، النظام الجديد ولا الشكل الجديد الرجيم ولا ده الرجيم، النظام ده الرجيم الجديد يعني الحمد لله. كابتن حسن، عايز أسألك السؤال الأول في ليلتنا هذه حول علاقتك بالرئيس محمد أنور السادات. علاقتي بالسيد الرئيس الله الراحل أنور السادات كانت علاقة إن أنا كرمت من في عيد الرياضة سنة 80، وكنت من أحسن 10 رياضيين في مصر، وأنا الرابع من العشرة، نمرة 4، والوحيد اللي من كرة القدم اللي كرمت. ودي ده كان اللقاء الوحيد اللي بيني وبين الرئيس أنور السادات الله يرحمه. في الفترة دي يعني أنت كنت نجم مصر الأول في الستينات في عصر الرئيس جمال عبد الناصر، لكن جت 67. معلش بس عشان إذا كانت المعلومة أستاذ إبراهيم، أنا في الستينات 66 67 كرة وقفت، أنا ما لعبتش بس أنا ما كنتش لعبت قبلها ممتاز مع الزمالك. لا كنت كل ده في كفر الدوار، وكنت بلعب تبع شركة مصر لغزل ونسيج بكفر الدوار، وكنت بلعب مع منتخب منطقة بحري. بتسافر كفر الدوار لغايه دلوقتي يا كابتن حسن ولا بقالك كتير لا يعني بقالي كتير ما رحتش، بقالي كتير لسنة. في الغالب يعني كنت بروحها على فترات، بس أنا بقالي كتير دلوقتي بصراحة ما رحتش يعني بالأمانة يعني. فأنا لما انتقلت الزمالك كان بعد الحرب، بعد 67 يعني كان 66، وبعدين رجعت لغايه ما زي ما بيقولوا خلصت الدراسه. ساعتها كانت قامت الحرب وانا رحت الزمالك، فكانت الفتره لغايه ما سافرت بالظبط 11/2/68 كانت عباره عن كلها مباريات وديه، سواء في الداخل او في الخارج، لان ما كانش في دوري. وبعدين سافرت الكويت للنادي جزمه من شهر 2 11/2/68، وكانت العوده في شهر في 73 بعد عودة الدوري ولا بعد شوية؟ الدوري رجع 72 وبعدين رجع تاني 73. يعني ما كنتش حاضر مشهد مروان كنفاني الشهير؟ لا ده كان والحادثة فاروق جعفر ونزول الجمهور الملعب. لا عرفت بعد كده ان هو طبعا وحمام السباحة اتحرق، والخشب اللي كان فيه. بس عايزين نقول لسه كان في شغب زمان يعني، مش اول مرة الجمهور ينزل. لا بس ما كانش بالشغب اللي هو صحيح متواجد حاليا. كابتن حسن، انت عشت فترة الستينات، واذا كنت لاعب في كفر الدوار، لكن انت كنت قريب من كرة القدم ومن عالم. ما انت عارف التلفزيون دخل 60 61، فطبعا الكابتن لطيف رحمه الله عليه يعني هو اللي ادخل حب كرة القدم البيوت يعني، وكان من خلالها. فترة السبعينات انت كنت نجم النجوم. فترة السبعينات من 74 يعتبر من 74. ومع ذلك الفترتين دول ما كانش في تماس بينك وبين القيادة السياسية على أي نحو؟ لا أنا طول عمري بعيد عن الكلام في السياسة أو الاشتراك في السياسة يعني. أنا طول عمري بعيد عن الحتة دي. مش عملية عاوز أقول إن أنا راجل يعني سلبي أو راجل سطحي أو لكن أحسن حاجة إن أنا بخليني في شغلي، بس خليني في الرياضة. لا أتكلم ودي مع حضرتك. بس واضح إن السياسة هي اللي جات لك، مش أنت اللي رحت لها. هو الفترة الأخيرة هي السياسة اللي جت يعني. طب هي السياسة اللي جت بس هي برضو جت للسبب يا أستاذ إبراهيم يعني. لازم برضو العملية دي تتوضح يعني. وأنا النهاردة ما ببرأش نفسي من كلام أنا قلته أو مبدأ أنا عايشه يعني. أنا بحاول بقدر الإمكان أقول إن إحنا لو ما كناش بنحقق لمصر إنجازات، ما كانتش السياسة بقت سبورت لينا أو القيادة السياسية بقت سبورت لينا. أنت كنت بتعتبرها سبورت دلوقتي يا كابتن حسن داعمة يعني، ولا فرصة إنه دي في حاجة منورة في البلد هي الكورة وحسن شحاتة وفريقه فيعني قربوا جنب الحتة المنورة دي أكتر منها دعم، ولا كان بيدعموك فعلا؟ لا أنا بتكلم عن الدعم من معنوي. الدعم المادي بيجي لما بتكسب يعني. بيجي الدعم المادي لما بتكسب. بيبقى عندنا اي حته فيها لائحه مكافآت بتتعمل. لائحه المكافآت دي سواء من اتحاد الكره او من الدوله او من الدوله او من الخارج. ما احنا كرمنا من الخارج كمان بره مصر كتير جدا جدا جدا. فكان الدعم معنوي. لما بيتحقق الانجاز يبقى فيه دعم مادي. عارف حضرتك ازاي؟ لكن مش عاوز اقول دعم شخصي عشان برضو في ناس هتفهمها بالشكل ده وفي ناس هتحورها بالشكل ده. ما انا بسألك هو مش دعم شخصي لشخص حسن شحاتة.
ده لشخص منتخب مصر اللي بيمثل مصر واللي بيحقق لمصر فرحه او بيحقق للشعب المصري فرحه بتحقيق انجاز تم. عارف حضرتك ازاي؟ لكن لازم افرق بين دي ودي. ما هو في فرق بين ان انا لما يحصل انجاز فوز حسن شحاته 3 مرات بكاس مصر، هو مش حسن شحاته، انا عاوز اقول فوز منتخب مصر بقياده حسن شحاته فلان الفلاني. طبعا ده كلام ده زي ما حصل الاستاذ ابراهيم، يعني مش عاوز اقطع عليه. لا اتفضل. انا عاوز الحوار دايما طبعا. عشان الناس برضو لو في حاجه تخفى عليهم برضو يفهموها ويفهموا المعنى اللي احنا بنتكلم فيه. لازم. يعني انا ما بتكلمش لمجرد ان انا متزمت في كلامي او متزمت في مبدئي. النهارده الكابتن جوهري لما كسب افريقيا 98 سياده الرئيس طلع حسني مبارك السابق طلع استقبله في المطار. لما وصل لكاس العالم 90 في ايطاليا كان نفس الشيء، وكانوا برضه سبورت ليه وكانوا بيروحوا له التمارين وكل الكلام ده كله. النهارده بيروحوا التمارين للجوهري. ايوه كانوا الاستاذ علاء والاستاذ جمال وكانوا بيروحوا للكابتن جوهري الملعب التمرين. احنا الحاجه اللي حصلت معانا كانت غير كده، ان السيد رئيس الجمهوريه هو اللي كان بيجي لنا التمرين. ليه؟ لأنه برضه كان بيدينا بيحاول يدينا باور، بيدينا ناحية معنوية، بيدينا ناحية نفسية. هو ده اللي حصل. هو ده السؤال يا كابتن حسن، هو بيجي علشان انت بتنتصر، مش بيجي فانت بتنتصر. لا دي القصة. طيب بس خلاص. طب ما ده يعني ده اللي انا بقوله. يعني النهارده لو ما كناش احنا بنحقق كنا هنكرم؟ لا. كان سيادة الرئيس هيرجع لي هيجي لنا الملعب. احنا برضو دلوقتي لو ربنا كرمنا وربنا وفقنا برضو القياده السياسيه اللي موجوده برضو هتبقى اعطيانا باور وهتبقى داعمه لينا وهتبقى مسانده لينا، لان احنا بنشتغل او بنحقق لحاجه لمصر. ما بنحققش الحاجه لحسن شحاته او بحقق حاجه لابو تريكه او بحقق حاجه لسمير زاهر. لا، ده انا بحقق لمصر. ما ده اللي خلى الناس تسال يا كابتن حسن. حضرتك مدرب منتخب مصر وانت قائد منتخب مصر كويس، مش قائد منتخب رئيس مصر. ماشي. وعشان كده لما جه اللحظه اللي الناس اعتقدوا انك بتاعهم فبدا وكانك انت لا مش موجود معاهم في المشهد او مش مؤيدهم. ليه ليه يا استاذ ابراهيم انا مش موجود معاهم في المشهد؟ ليه النهارده يا استاذ ابراهيم حضرتك انا عاشرتك لمده شهر وبعدين حصل حاجه بيني وبينك او حصل حاجه منك وبعدين هنفترق. انا خلاص هنفترق. انا بقى يعني زي ما يقولوا اجيب الجديد والقديم وبتاع وافضل اهاجمك واحط عليك؟ لا، مش مطلوب منك حاجه بدي خالص. طب انا النهارده اللي طلع واتقال ان احنا كذا في التحرير، هل انا عشان ما طلعتش التحرير انا يبقى ضد الثوره؟ ها؟ هل انا عشان رحت مع مصطفى محمود انا رحت مصطفى محمود ليه؟ ليه؟ حد كلمك يا كابتن حسن وقال لك تعالى لا هي كان تطوعا منك؟ لمجرد ان انا اروح، لمجرد ان الالفاظ اللي احنا بنسمعها والشتيمه اللي احنا بنسمعها وبتاع، واحنا ده رمز الدوله. احنا كل الحاجات اللي طلعت بعد كده احنا حضرتك كنت على علم بيها؟ انا انت حضرتك كنت على علم بيها ماشي، لكن هل بالشكل ده اللي انت اللي احنا نتخيله؟ بس هل بالشكل ده نتخيله؟ ما هي كانت العمليه كلها ايه؟ خروجي مع مؤيدي، ما كانش مؤيدي للرئيس او للنظام السابق زي ما بيتقال دلوقتي، كان لمجرد ان احنا ده رمز الدوله، ان هو لا يهان، لان هو رمز الدوله يهان. معلش يا استاذ ابراهيم انا اقول ايوه ماشي اوكي، ما دي سنه الحياه. لما يقولوا يسقط فلان ده مش اهانه، ده سياسه، ده كلام في السياسه. لا، ما ده كان في كلام كتير وفي شتيمه كتير وفي حاجات كتير يا استاذ. غير يسقط فلان، لا يسقط فلان، لا غير يسقط فلان يا استاذ ابراهيم برضه، عشان انت حضرتك برضه تبقى حقاني وتبقى امين في حته. ما كانش لمجرد يسقط، يعني انا مش هطلع النهارده عشان يسقط فلان، لكن هطلع عشان ده بيتشتم، عشان ده بيتمثل بكلب، بيتمثل بخنزير، بيتمثل بكذا. التانيين بيتقتلوا يا كابتن حسن. لا، ما هي حته القتل بقى وحته الحاجات دي ويطلق عليهم رصاص وقنابل حته القتل والحاجات دي. انت يعني الكلام بتاع حضرتك كأن انا معاهم في القتل ده. لا طبعا، انا لا يمكن اكون يعني معاهم في القتل ده. عندما يستثار واحد باهميتك وباقترابك من الناس وبحب الناس ليك علشان الرئيس السابق لعن، سب، شتم، وبيبقى اعتبرته اهانه. الا يمكن لهذه النفس النبيله اللي بتندهش من ده ايضا تثور على انه كيف يمكن لرجال هذا النظام يطلقوا الرصاص والقنابل على شعب مصر. كنا نعرف الكلام ده في وقته يا استاذ ابراهيم. كان على الهواء ده، كان لا ما كناش نعرف الكلام ده لا معلش احنا ما كناش نعرف الكلام ده في وقته. يعني احنا في الفتره دي كلها ما فيش حد بيروح وما حدش بيجي، واللي موجودين في التحرير والمظاهره السلميه اللي اتقلبت
لغير سلميه، مش من الشباب اللي كانوا موجودين بسبب عمليه الاعتداء الداخليه وموقعة الجمل والحاجات دي كلها. عارف حضرتك انت ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه صبري. الجمل والحصينه والحاجات دول جم مصطفى محمود قبل ما يروح التحرير. جم احتفالا ورأوا هناك هجوما، ده الفرق. لا ما احتفالا، لكن هل هم جم يعني ياخدوا مننا التأييد اللي هم من خلاله يروحوا يعملوا الكلام ده في التحرير؟ لا ده احنا طلب مننا ان احنا نروح التحرير، وكان في رفض تام ان احنا نروح التحرير. من مين يا فندم؟ على الاقل من واحد مني، واحنا في المظاهره في الميدان. لا ما نروحش، نروح التحرير ليه؟ عشان يبقى في احتكاك بين شعب واحد. الناس اللي ماشيه والناس بتاع، لا مش ناس مسؤولين من اللي طلبوا، مش مسؤولين، الناس اللي ماشيه والناس اللي موجودين وبتاع. لا احنا نروح التحرير وبتاع. لا ما نروحش التحرير. لو تروح التحرير هيحصل فيه احتكاك بين الشعب نفسه. بين الشعب نفسه. يعني حتى لما رحت مصطفى محمود ما كانش اتصال تليفوني لا لا من لا علاء مبارك ولا من جمال مبارك ولا من حسني مبارك. الناس فاكره، هقول لك حاجه يا استاذ ابراهيم، الناس فاكره ان انا ممكن بالسهل كده اروح رافع السماعه ومتكلم الاستاذ علاء ومتكلم الاستاذ جمال ومتكلم سياده الرئيس حسني مبارك العمليه مش كده خالص يا جماعه. العمليه مش كده خالص. هم وجودهم معانا في مهمه لمنتخب مصر بس فقط لا غير. هي ايه طبيعه المهمه دي يا كابتن حسن؟ مهمه المنتخب رايح بطوله. لا طبيعه مهمتهم هم، مش مهمتك انت. مهمتك انت اديتها بنجاح. مهمتهم اللي هي ايه؟ يعني هم هؤلاء معاك في مهمه للمنتخب مصر اللي هي ايه؟ ما هي، ما انا بقول لحضرتك هم موجودين. يعني هي مش مهمه شخصيه. ان مش سهل كده ان انا ارفع سماعه التليفون او اتكلم معاهم او هم يطلبوني في التليفون او سهل انهم يطلبوك. سهل ان هم يطلبوني بس ما بيحصلش. ده بس ده هي ساعه الفترات بتاعه المهمات بتاعتنا في البطولات. يحيوك على ماتش، يسالوك على ماتش، يسالوا هتعمل ايه، يسالوك على ماتش، يباركوا لك لمباراه بتاع الكلام ده كله. طب سؤال بجد يا كابتن حسن، كان لهم في الكوره؟ كلمه كل مصر لها في الكوره. يعني بيعرفوا يفتوا في الكوره كويس. كل مصر في يعني ليه سيد معوض، ليه ما نزلتش؟ لا ما لهمش هم بالحاجات دي. لا ما حدش الكلام. كان بيكون في الكوره يقولوا لا في الكوره بيساندوك ولازم تشدوا حيلكم ولازم تشدوا حيلكم عشان البلد يعني. بس هو التشجيع. انما مش مناقشات. لا مش مناقشات فنيه. لا ما فيش مناقشات فنيه. ده مصر كلها بتتناقش فنيا. معلش ما مصر كلها بتعرف الكوره وانا قلت لك لا، ما مصر لسه بقول لحضرتك مصر كلها بتعرف الكوره. لغايه ما رحت مصطفى محمود ما كانش عندك معلومات عما يجري في التحرير ولا اي حاجه غير لما كنت اروح. يعني هو المره الوحيده اللي نزلتها خلال 3 أسابيع. في الفتره دي كلها ما فيش حد بيها. وفي حد كان بينزل؟ حضرتك نزلت تطوعا يعني؟ بمجرد ان تطوعهم قالوا لي ان في كذا كذا، شوقي غريب كلمني في كذا وكذا وفي كذا وكذا وكذا. هو شوقي غريب ده؟ لا شوقي غريب لا ماليش دعوه بحاجه. هل وانت بتعمل مراجعه بعد ما يتكشف ليك من امور وحقائق، هل بتعتقد ان نزولك من مصطفى محمود كان امرا فيه تطوع مبالغ فيه شويه؟ لا هو ما كانش مبالغ، لان انا الراجل ما دخلتش في العمليه وفي المظاهره والهتاف وما اعرفش ايه، وان احنا ضد الثوره وان احنا كذا وان الثوره مضاده زي ما بيتقال دلوقتي ثوره مضاده والكلام ده. لا مجرد بس الحاجه الوحيده اللي انا قلت لك عليها صوتيا وما اتنتش. يعني ما في اكتر من مظاهره يعني طلعت بعد كده. تصريحات عقب الدوله، لا مفيش كلام ولا في اي حاجه حصلت في اي حاجه. اصل انا عايز اقول لك يا كابتن حسن، واحنا في ميدان التحرير اصل انا ماليش اصلا في المظاهرات وماليش دعوه في السياسه. ما كانش حد له في المظاهرات ولا 12 مليون اللي خرجوا دول. انا بقول لحضرتك كان منهم 2000 واحد له في المظاهرات. مش كده بس خلاص. يعني انا الحته ديت يعني عاوز اوصل لها وعاوز زي ما يقولوا ايه اقفلها. يعني عاوز اوصل لها وعاوز اقفلها. ازاي نقفلها يا كابتن حسن؟ يعني البعض لا يزال يحمل في قلبه، البعض ده محبيك. ايوه طبعا اللي انا فرحتهم. ودي من الحاجات اللي انا جيت لحضرتك البرنامج بتاع حضرتك لما قلت لي ان احنا عاوزين نوضح الامور لان الناس اللي بتحبك الحمد لله كتير واخدين على خاطرهم منك كتير، واخد بال حضرتك. وكمان اللي عايز اقوله لحضرتك انه الناس اللي كانت في ميدان التحرير 90% منها كانوا شباب. ان هم الجمهور اللي اتربى على الانتصارات والبطولات. جميل. انا ازعم انه حوالي 100% منهم خرجوا فرحا بالمنتخب في مباريات سابقه، في بطولات سابقه. فضلا عن الالتراس الاهلي الحقيقه كان رائع، والتراس الزمالك كان ممتاز يعني في المشهد من اللحظه الاولى. فدول جمهورك، دول اللي حبوا حسن شحاته، ودول اللي وقفوا مع حسن شحاته واللي شجعوا حسن شحاته. اعتقدوا انه خروجك لمصطفى محمود كان خذلان لهم. يعني انت بتاعنا مش بتاعهم، انت بتاع البلد كلها مش بتاع رئيسها.
وانا النهارده لما كنت بتكلم ما بتكلمش عشان رئيسها ولا عشان بتكلم القياده السياسيه ولا بتكلم على عشان الاستاذ علاء ولا الاستاذ جمال، انا بتكلم لموقف. يعني الموقف ده يعني اقول لك ايه، اذا كان في حب بيني وبينهم، الموقف ده هم لازم ينسوه لسبب واحد، لان هو مش عاوز اقول ده مبدأ حب بينك وبين الناس. بين الناس مش حب بيني وبينهم، لازم ينسوا حب بيني وبين الناس، لازم ينسوا الموقف ده. لازم يحطوا لك مبرر. انك كنت خارج تجامل مثلا الناس اللي زاروك، مش تجامل، على الاقل تقول ان انت راجل النهارده، على الاقل شيء من الاخلاص، شيء من الوفاء، ان انت راجل النهارده شايف وسامع شتيمه واهانه و انت ما رضيتش عن الكلام ده، وطلعت لما عرفت ان في مظاهره كذا فطلعت انت في المظاهره دي، لكن ما تكررتش المظاهره. مع ان يا كابتن حسن انت راجل لعيب كوره عظيم وعبقري، ربنا يخليك، وعشت في الملاعب كل ده، واتشتمت كتير قوي، ولغايه دلوقتي شتائم الملاعب دي لا تتوقف. ومن ثم انت عارف ان الشخصيات العامه يمكن ان تشتم يعني من جمهور غاضب او جمهور حتى محب، والامور تمشي. يعني ما كانش فيه الغرض منها الاهانه، الغرض منها الغضب، كان في غضب من انت في الملايين المصريين. في وقتها يا استاذ ابراهيم برضو انت في وقتها بتبقى دايما الذكريات هي اللي قدامك، لان انا واحد من ذكريات حضرتك انهم بيزوروك وانهم بيقعدوا معاك، انهم بيدعموك، مش بيزورون انا، لكن بيدعموا فرقتك، بيساندوا فرقتك. عارف حضرتك ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، انت يا استاذ ابراهيم لغايه الموقف ده احنا ما كناش شفنا حاجه بعينينا، ما كناش قرينا حاجه، ما كناش سمعنا حاجه من الحاجات اللي بتحصل دلوقتي واللي اتقالت. هل انت كنت ممكن تتخيل ان هو ممكن نوصل ان احنا بالافتراء ده الفساد يبقى بالافتراء ده اللي احنا بنسمع عنه واللي احنا بنقرا عنه واللي احنا بنشوف الناس بتتكلم عنه؟ كان حد ممكن يتخيل كده؟ كان حد ممكن انت رايك انك ما كانش حد يتخيل كده، ودلوقتي المساله كانت واضحه بالدرجه دي؟ كل يوم والتاني بتوضح حاجات كتيره جدا. كل يوم والتاني بتوضح حاجات كتيره. بتبني عليها افكار زي ايه بقى يا استاذ حسن؟ ببني عليها افكار ازاي ممكن كانت البلد ماشيه والفساد ده مستشري فيها بالشكل ده. هل احنا ما كناش شايفين ده؟ احنا كنا مغيبين عنه؟ ولا ما كانش فيه في وقتها حد قادر يتكلم؟ ما خد بالك برضه في وقتها ما فيش حد قادر يتكلم. في وقتها ما كان عاوز اقول ايه، النفاق شغال على ودنه. بعد ما قامت الثوره كله ظهر على حقيقته. كله ظهر على حقيقته. ناس كتيره قوي 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 واقسام كبيره قوي قوي اتقلبت 360 درجه. لكن احنا ما كناش نعرف، انا واحد من الناس ما كنتش اعرف الكلام ده، لان انا ما بدورش ورا حد، ما براقبش حد. زي ما يقولوا ايه، ما بخططش لنفسي حاجه انا اعمل كذا عشان يحصل كذا وبعدين اعمل كذا، لا ده انا كده سايبها على ربنا سبحانه وتعالى وماشي بالتكال. مش بالعشوائيه، لكن ماشي بالتكال، متوكل على الله وبعمل شغلي، لكن ما بدورش ورا حد ولا براقب حد ولا عاوز اشوف ده عنده ايه ولا ده بيلبس ايه وبتاع. وبالتالي ما كانش عندي فكره اذا كان الفساد ده فعلا اللي بيتقال عليه لغايه النهارده، ولغايه النهارده مش عاوز اقول ان ما اثبتش حاجه، احنا بنسمع بس. بنسمع اخبار وبيتقال كذا وكذا، لكن هو ده لو حاصل تبقى مصيبه سودة. تبقى مصيبه سودة. لكن هل احنا نعرف عنها ومن خلالها انا رحت طالع برضه لمصطفى محمود؟ من الصعب. طب يا كابتن حسن، انت وكل نجوم مصر ما كنتش عارف ان الانتخابات بتزور مثلا؟ لا، انتخابات مجلس الشعب بتزور عارف من خلال مش في اعضاء في اتحاد الكوره والحاجات دي مرشحين في الانتخابات؟ لا، من خلال متابعتي للنشرات الاخباريه، من خلال متابعتي للجرايد وبتاع، واعرف ان كل الكلام ده مزور. طب في وقتها كنت تعرف انه مزور؟ لا بقول لك في وقتها ما تقامش ليه، ما تقامش ليه، ما تقالش ليه؟ يعني ما فيش شكاوي راحت ليه؟ ما تحققش فيها ليه؟ غالبا يا كابتن حسن انت كنت مشغول بفريقك وبنجاحك، انا عشان كده بقول لك حضرتك عن الاهتمام بالعمل العام والسياسه، الى درجه ان في بعض الحقائق كانت واضحه كالشمس، لكن يبدو انها ما وصلتش لعاطفتك او ما وصلتش لمعلوماتك. انت دلوقتي لما بتشوف ده بتقول ان الناس المفروض تتجاوز عن زياره مصطفى محمود دي، يعني المفروض بقى بيحبوك فيعني ما ده المفروض هو الكلام ده. ما هو هي اتنت زياره مصطفى محمود دي، اتنت مره ثانيه؟ ما اتنتش على الاقل مني مره ثانيه. لما الحقائق دي كلها انا مثلا عرفتها من خلال النشرات الاخباريه، من خلال الجرايد بتاعتنا، من خلال الفضائيات الخارجيه، ما اتنتش لسبب واحد. يا جماعه احنا فعلا في مصر في فساد بالشكل ده، بالافتراء اللي احنا بنسمع عنه واللي احنا بنقرا عنه ده.
امال كنت بتفكر ازاي في انه ملايين خرجوا للشوارع يا كابتن حسن؟ ما الذي دفعهم للخروج؟ لا يعني؟ اللي دفعهم للخروج هي كانت مظاهره سلميه يا استاذ ابراهيم. لما كلها سلميه، احنا بنتكلم غاضبه على الرئيس. ليه الناس دي غضبانه على الرئيس؟ يا ما سالتش نفسك هذا السؤال؟ لا بعد كده لا، ما سالت نفسي هذا السؤال. وبعدين احنا لما بنيجي بتكلم مع مراتي، بتكلم مع ابني، بتكلم مع واحد صاحبي، العمليه كلها كلام مش رسمي. يعني ايه مش رسمي؟ يعني انا لما اجي اتكلم النهارده اجي اتكلم يعني احنا الكلام ده كان حاصل، ونيجي نقول لنفسنا والله طب هو الرئيس على علم بالكلام ده ولا الرئيس كان مغيب على الكلام ده؟ ما دي برضو حاجات كلها يعني بتقعد انت تقول الكلام ده يعني بينك وبين نفسك، او مع صاحبك، او مع حبيبك، او مع مراتك، او مع ابنك، او الناس اللي انت بتتكلم معاهم. يعني هل هو كان يعرف الكلام ده؟ تبقى مصيبه سودة. لو كان هو يعرف الكلام ده وساكت تبقى مصيبه اكبر. لو كانوا اللي حواليه مغيبينه عن الحقيقه اللي حاصله دي تبقى مصيبه اكبر واكبر. يعني عرفت حضرتك؟ انا بقول لحضرتك عشان كده بقول لك الافكار اللي بتشغلك دلوقتي، الاسئله اللي جواك الافكار دي دلوقتي هي اللي بتشغلني دلوقتي. وبعدين هل من الاول خالص ومن الاساس خالص الشباب اللي طلعوا دول وحصل اللي حصل دول يعني هم كانوا طالعين كده عشان يبقى في شهداء وفي ناس تموت كده من لا شيء؟ لا. ولا كان لها سبب؟ كان لها سبب. هو دي من الحاجات اللي بعد كده اللي انت تقول طب الناس دي يعني راحوا ضحايا ايه؟ ما راحوا ضحايا مصر برضه نفس الكلام. فبتبدا انت تعيد يعني مش ذكرياتك، شريط بقى من اول، وتشوف انت الكلام ده. طب وانت كنت سايب نفسك ليه؟ ما بتعرفش ليه وما بتبحثش ليه؟ لكن برضه هفضل كده ولا هبحث عن فلان ولا هدور عن فلان، لكن لازم هبقى ماشي مع الاحداث. لازم هبقى ماشي مع الاحداث. بس هو الاحداث بس يعني احنا في هذا التطور اللي حصل، احنا نعمل دستور جديد، يحصل انتخابات واكثر من رئيس، اكثر من مرشح، ده يخلي كابتن حسن شحاته وهو من هو يعني من نجوميته ومكانته يبدا يفكر يعيد صياغه انه لا لازم بقى نختار بطريقه مختلفه، لازم يبقى في معايير للشخص ده، مش مجرد انه اي حد يبقى رمز دوله وخلاص. لا يعني. ما هو مش لازم اي حد رمز دوله. احنا النهارده برضه احنا مفترق طرق يا استاذ ابراهيم. بالظبط. وانا صحيح ما بتكلمش في السياسه، لكن لما بتكلم فيها ده الهم العام، ده مش السياسه، خلاص ده بقى بلدي. انا بتكلم على بلدي النهارده، ان انا بقول يا رب احمي مصر يا رب. دي الحاجه اللي انا دايما بدعي فيها، احمي مصر. لكن احنا في حاجات كتيره جدا، الحاجات الكتيره ديت احنا دلوقتي في رئاسه وزراء هي اللي قايمه بالدور او باداره شؤون البلاد. طبعا المجلس العسكري الاثنين طرفين اداره شؤون البلاد. هم حاطين دستور وهم حاطين الكلام ده كله. هل الكلام ده هو ده اللي طالبه شباب الثوره وبيتحقق؟ فهل احنا لازم نحققه في يوم وليله ولا لازم نحققه بوقته؟ ولا لازم نحققه بوقته؟ لازم نديهم وقته عشان الناس دي تشتغل وعشان يحققوا للثوره اللي قامت دي كل، مش عاوز اقول مطالبهم، لا كل الحاجات اللي هم حاسين ان دي ممكن هتحسن من المواطن المصري، هتحسن من مصر. لكن النهارده هتبقى في يوم وليله؟ ده اللي انا بطلبه منهم، ان هم لازم يصبروا لما نشوف هيتحقق الكلام ده ولا مش هيتحقق الكلام ده. والله احنا النهارده برضه من ضمن الاسئله واللي احنا بنسال نفسي فيها، طب احنا النهارده ايه اللي هيفيد مصر؟ هل احنا النهارده نبدا بانتخابات مجلس الشعب والشورى وبعدين انتخابات الرئاسه، ولا الرئاسه لازم تبقى بدري عشان يبقى في رئيس للجمهوريه؟ ما هي رايح حضرتك كمواطن مصري رايك انا كمواطن مصري احنا الحاجات دي كلها لازم كل ده هيتعمل، لان هو الدستور بيقول كده. الدستور يقول مجلس الشعب موجود، مجلس الشورى موجود، الاعلان الدستوري يعني الاعلان الدستوري، وبعدين رئاسه الجمهوريه. عرفت حضرتك ازاي؟ فانت موافق على الترتيبه دي؟ انا موافق على الترتيبه دي من وجهه نظر انا. ما هو من وجهه نظر انا، لكن يا ترى هي وجهه النظر بتاعتي دي زي وجهات النظر برضو الاخرين والكتير هي دي اللي هتبقى مفيده لمصر؟ ولا الاول النهارده لازم يبقى في رئيس للجمهوريه وبعدين نبدا بانتخابات الدستوريه؟ ما دي حاجات كلها، ما دي برضو كابتن زي 4-4-2 ولا 3-5-2. ايوه بس مش دي بقى بتاعتنا، لازم نحدد المكان بتاعتنا كلنا. 4-4-2 يعني احنا في المرحله بتاعت 3-5-2 ولا 4-4-2. انا مش عاوز اوصل النهارده ان انا كل مصر بتفهم في السياسه زي ما كل مصر بتفهم في الكوره. لا، في فرق شاسع. لا في فرق شاسع. الكوره دي تيم تتكون من 11 لعيب او 22 هيكل اساسي للمنتخب او لفريق. لكن دي مصر 85 مليون اللي هيديرها ده لازم تبقى حاجه تانية خالص. صحيح اللي هيديرها، بس المواطن لازم يكون عارف عنده وعي. المواطن لازم يكون عارف. طب ما هو المواطن هو اللي محدد يا استاذ ابراهيم. لو قررنا يا كابتن حسن انه الكوره لو خدناها كمثل، يعني لازم ال 85 مليون يتفرجوا الماتش فعارفين قواعده،
كويس. انما انت يعني مش حطيت النهارده حطيت الدستور وحطيت قواعد الدستور. احنا لسه اهو بنتكلم نحط قواعد الدستور ازاي، طبعا مش انا اللي هقول الانتخابات الاول ازاي. مش انا اللي هقول يا استاذ ابراهيم. بالقطع مش انت اللي هتقول، لكن انت واحد من المواطنين انا واحد من المواطنين انا بقول رايي. بقول رايي مع الجماعه، يا اما يبقى في معايا مجموعه في نفس رايي، يا اما في اختلاف في الراي. بس انت شايف يا كابتن حسن انك انت زي اي واحد من المواطنين؟ طبعا. ولا نجوميتك ومكانتك عمر ما تخلي فيه مسؤوليه اكتر؟ لا مش لمعان، ما المسؤوليه مسؤوليه اكتر. المسؤوليه في مجال شغلي. في مجال شغلي. في مجال شغلي دي حاجه مهمه للجمهور، هتبقى يعني حاجة يسمع حسن شحاتة ويهتم في مسؤوليه شغلي. انما بيتكلم بره شغله مواطن بيتكلم رايه زي اخرين، يعني يجوز الصح ويجوز الغلط. في ناس كتير هتفهم اكتر مني في النواحي دي، في سواء في الدستوريه او النواحي الانتخابيه او في اداره شؤون البلاد او لكن انا جزئيه بسيطه قوي انا واخد ادارتها او واخد قيادتها، فببص لدي اكتر ما ببص لاي حاجه تانية. لكن مش هقول والله لا ده انا هقفل ودني دي وودني ديت عن الحاجات اللي حاصله، لا مش هقفل ودني. احنا يمكن قفلنا ودننا وغمينا عينينا فتره من الفترات. تفتح قلبك كمان، مش بس تفتح ودنك. لا انا قلبي بص يا استاذ ابراهيم للسياسه وللاحداث اللي بتحصل. انا في السياسه ممكن اتكلم فيها ودي لكن ما اشتغلش فيها. انا مش اشتغل بالعكس، ده اللي اشتغلوا انا ما اقدرش اشتغل. الرياضيين اللي اشتغلوا في السياسه عكوها قوي جامد يعني. طب انا مش عاوز انا من ضمن الرياضيين اللي عكوا السياسه بس. كابتن حسن انا ممكن اعك في الكوره لكن ما اعكش في السياسه. فاكر كابتن محمد الجندي الله يرحمه، الله يرحمه لما خسر كاس فلسطين، فرجع المنتخب خسر كاس فلسطين، فرجع قالوا الله يخرب بيتك هيحاكموك عشان خسرت كاس فلسطين. قال لهم بقى اللي خسر فلسطين ما حدش حاكمه وهتحاكموني على كاس فلسطين. الله عليهم، كان هو الكابتن حنفي فلسطين كان دمهم خفيف قوي. هل يا كابتن حسن فعلا السياسه دخلت في الكوره قوي في واقعنا العربي للدرجه دي؟ مش الكوره، الرياضه اتسيست قوي، وطالما اتسيست ما تبقاش في رياضه. لازم نفرق بين السياسه وبين الرياضه. السياسه تخش مع الرياضه بس للمنتخبات. يعني ايه للمنتخبات؟ يعني يساندوهم، يشدوا من ازرهم، يدوهم باور، الكلام ده كله، لكن ما يتدخلوش فيها. لما يتدخلوا فيها ويبقى في كلام تتسيس الرياضه، تتسيس زي ما هي اتسيست، مش هتبقى اتسيست في مصر. اتسيست في مصر. ازاي؟ ايه مظاهر التسييس في مصر؟ ان كل حاجه النهارده بتعملها لازم تشوف المقابل ليها ايه. النهارده هديك مثل بسيط، يعني مثلا النهارده الاهلي والزمالك كويس. النهارده اتعمل حاجه للاهلي يبقى لازم يتعمل حاجه زيها للزمالك. اتعمل حاجه للزمالك يبقى لازم يتعمل حاجه زيها للاهلي. ما يتعملش حاجه للاسماعيلي، ما يتعملش حاجه للاتحاد السكندري وبتاع. فعشان كده دي هي كده انا بقول الرياضه تتسيس او اتسيست. ما بقتش الرياضه للرياضه. لا، دخلت فيها توازنات ودخل فيها مكاسب هنا وهنا. طيب النقطة المهمة هنا انه العالم كله لما بيحصل منتخب المانيا بيكسب، مستشارة المانيا بتبقى موجودة وبتفرح وبتهلل وتنبسط. وهو ده اللي حصل. وهي دي العلاقة اللي كانت موجودة بيننا وبين القيادة السياسية ساعة الإنجاز. لكن صحيح. لو احنا ما حققناش إنجاز ما كانش يهلل، كنا خدنا بالشبشب. انا مش هضحك عليه، كنا خدنا بالشبشب، ما كانش هيبقى ولا في علاقه ولا في اي حاجه. لكن احنا حققنا حاجه لمصر، مش حققنا حاجه لنادي، حققنا حاجه لمصر. الشعب مصر كله جوه مصر وبره مصر بجانب الشعوب العربيه كانوا فرحانين جدا وخرجوا والاعلام اترفعت والكلام ده والدنيا اتوحدت. صحيح. يعني اللي انا عاوز اقوله طب ليه بقى كان بيطلع منتخب مصر وحد مصر؟ صح، هو اللي كان بيطلع المظاهرات الوحيده اللي بالملايين. الاعلام واحنا النهارده المواطن المصري عرف العلم وقيمه العلم ده من 2006. صحيح، من 2006. صحيح. وده مش بقول فخر لينا ولا لا دي حقيقه. العالم النهارده اتعرف من 2006 مرورا ب 2008 يعني واصبح وصولا ب 2010 رفع العالم بالظبط. وان شاء الله مستقبلا يعني العالم ده، عالم مصر ده مش هينزل ابدا. 2012 يعني مش 2012. لا انا قلت 2010 مرورا ب 2010 ومستقبلا. ما هو 2012 دي مستقبلا يعني طيب. ما فاتتش ولا دلوقتي. كابتن حسن علشان ملف السياسه نخلصه، لان اجهدتك في السياسه وانت مش عايز تتكلم فيها. كنت عايز اسال حضرتك انه كل استادات الدنيا كلها ما فيهاش لا صور الملوك ولا صور الرؤساء ما عدا الاستادات العربيه. ليه؟ يعني عمرك دخلت استاد في انجلترا ويمبلي مثلا لقيت صوره الملكه
رحنا مثلا في فرنسا لقينا صوره ساركوزي، ولا انت لعبت في كل المدن دي كل البلاد دي؟ انا يعني اخيرا انا ما لعبتش فرنسا، لعبت في ويمبلي. لا فرنسا ما رحتش. لما كانوا في فرنسا ما كنتش الدوري الفرنسي. اكيد بنشوف الدوري الفرنسي. لا بتفرج على في بعض الاحيان، بس هو الدوري الانجليزي والاسباني كل يوم بنشوف ريال مدريد وبرشلونه. بس دي حاجه مش جديده علينا يا استاذ ابراهيم، يعني دي حاجه مش جديده علينا. صحيح. ما دي من بعد ثوره 52. واي رئيس بيجي صوره بتبقى موجوده في كل حته. لا وملك فاروق كمان ما كان صور. لا مع الملك فاروق كان بيتحط، لكن انا بقول بعد ثوره 52 الرؤساء اللي كانوا موجودين كلهم مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الرئيس الراحل انور السادات، اتسمى مشاريع باساميهم. حطت صورهم حتى في المؤسسات، واتحطت صورهم في البيوت. يعني في بيوت حاطه صور. اللي حاطه في البيوت ده حبا، ده مالناش دعوه. ماشي كل ده كويس، لكن محطوطه في المؤسسات، محطوطه في الميادين العامه، محطوطه. صحيح. انا مش عاوز اوصل. احنا ارحم كمان من العراق، ده كان تماثيل صدام حسين مش بس صوره يعني. الفكره بقى انه احنا هنتطور ونبقى دول ديمقراطيه وحره يوم ما يبقى الاستاد ما فيهوش صوره الملك او صوره بس الرئيس. مش هو ده السبب اللي يوصلنا للديمقراطيه والحريه، ان ما يبقاش فيه ده ممكن تكون احد المظاهر. احد الاسباب، ده نتيجه مش سبب. نتيجه بس مش سبب. يبقى دي احد المظاهر. احد المظاهر ان احنا طيب شلنا كذا وكذا وكذا. هل احد المظاهر الاخرى انه ما يطلعوش اللعيبه بتوع منتخب بلادهم مصر او سوريا او العراق او السعوديه او غيره ويهدوا الفوز الى رئيس او ملك البلاد؟ برضه دي احد المظاهر. ليه يهدوا للملك ولا الرئيس؟ لا احنا لما طلعنا وكلمنا في وقت من الاوقات كان بهدي الفوز للشعب المصري. من خلال مين؟ من خلال رئيس الجمهوريه اللي حصل فيه كونتاكت بيني وبينه تليفونيا. انا بهدي الفوز لشعبه. ولما اعتذرت على عدم تاهلنا لكاس العالم بعد ماتش الجزائر اللي كان في السودان، برضو كان في اعتذار للشعب المصري برضو من خلال رئيس الجمهوريه. المكالمه اللي تمت يعني انت كنت بتتعامل مع رئيس الجمهوريه باعتباره ممثل الشعب المصري بالنسبه لك؟ في الوضع ده كنت طبعا في الخساره وفي الفوز، واي حد كده. يعني انا بقول لحضرتك لما قلنا مبروك يا شعب مصر، برضو قلنا مبروك يا شعب، سواء بعد كده ما جينا في الفضائيات وبتاع والكلام ده كله. لكن في البدايه بعد الفوز بقى البطوله كان من خلال مين؟ لانه كان متواجد في الاستاد. 2008 كان نفس الحكايه من خلال الكونتاكت حصل بعد الماتش النهائي. 2010 نفس الكلام. 2010 كاس العالم كان برضو اعتذار، لان هو اتصل بينا في السودان وعطوني التليفون واعتذرت للشعب المصري. كانش بيتصل بحضرتك مباشره، كان بيتصل من خلال رئيس الاتحاد. ليه؟ لا وكانت المكالمات بتبقى يا استاذ حسن؟ المكالمات يا اما بيهنيك يعني الف مبروك يا حسن، برافو عليك وبتاع وخلاص، وقول للاولاد كذا وبتاع وما اعرفش ايه، وقول للاولاد وقول للعيبه و الاعتذار برضه اللي حصل برضه ما كانش مباشر معايا. عارف حضرتك ازاي؟ وعطوني التليفون، هات التليفون كذا كذا وبتاع يا سياده الرئيس، احنا بنعتذر للشعب المصري ان احنا ما قدرناش نحقق لهم اللي احنا كنا حلم وصول لكاس العالم. ما حصلش مكالمات تليفونيه من بعد الخلع او الاقاله؟ لا 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 له ولا ما هو ما كانش بيحصل تليفونات الا في اثناء البطوله بس. لكن مش في الحياه العامه، الحياه اليوميه يبقى في تليفونات وفي كذا وكذا، لكن ما عامه يعني. فمش معقول هو ما يكونش في تليفونات في الاول وبعد ما يحصل بعد ما خلع الرئيس السابق او يحصل تليفونات تانية. ما حصلش. لا كابتن حسن، تسمح لي اسالك عملتوا ايه في علي خليل؟ بس بعد الفصل. لا ممكن تسال فاروق جعفر. بعد الفصل هسال كابتن حسن شحاته هو عمل ايه مع فاروق جعفر وطه بصري في علي خليل. معا في الميدان ولا يزال ضيفنا الكبير المعلم ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. ربنا يخليك. اعظم زملكاوي انجبته البلاد. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. استاذ حسن سالتك قبل الفصل. خليها كابتن حسن. كابتن حسن او حسن بس كده. لا ازاي؟ المحبه اللي بيني وبينك اساسا. لا والمحبه اللي بيني وبينك الله يخليك كابتن حسن. سالتك عن علي خليل. علي خليل جيلنا احنا الاربعينات نعرفه. كان راس حرب الزمالك. ما تحكي انت على علي خليل؟ كان احسن راس حربه موجود في مصر. يعني انا كنت بعتبره اكتر واحد يوصل للمرمى المنافس واكتر واحد يضيع اجوان. وده اللي كان معروف في وقتها على علي خليل، لانه كان لعيب انا بعتبره من اللاعبين القلائل اللي جم مصر، مش جم نادي الزمالك، اللي جم مصر. هو كان لاعب عظيم ويعرف طريق المرمى بشكل لكن فظيع. يبدو انه كان اطيب من انه يقدر يواجه العتاوله لا هقولها لك حاجه يا استاذ ابراهيم، عشان برضو ايه يعني، بالرغم ان دي حاجه قديمه قوي واحنا زي ما بيقولوا شبنا على الكلام ده. هرمنا لكن تقول ايه
تقول انا كنت بسمع الكلام ده وانا في الكويت، انا وطه بصري. يعني الكابتن طه بصري كان في النادي العربي وانا في نادي كازما. فلما قام الدوري 72 وبتاع والكلام ده، فكنت بسمع الكلام ده اللي هو ايه؟ ان هو علي خليل بيقاسي مثلا من فاروق جعفر. وفاروق جعفر لو عطاله واحده ما يدلوش الثانيه. كلام كتير بيتقال. لما رجعت انا من الكويت، انا رجعت قبل الكابتن طه بصري. لما رجعت من الكويت لقيته بيتقال على فاروق جعفر وعليا ان حسن شحاته وفاروق جعفر عاملين مؤامره على علي خليل، ولو عطوله واحده ما يدلوش الثانيه. لما رجع الكابتن طه بصري من الكويت، بقينا احنا الثلاثه، ما بقاش فاروق جعفر لوحده، بقى فاروق جعفر وحسن شحاته وطه بصري بالترتيب. الاولي كان فاروق جعفر، والثاني حسن شحاته، وبعدين طه بصري. فمش معقوله، يعني مش معقوله يبقى كان فاروق جعفر لوحده فاتقال عليه كده. وانا لما رجعت بقيت انا وفاروق جعفر على خليل، وبعد ما رجعت الكابتن طه بصري بقيت انا وفاروق جعفر وطه بصري على علي خليل. انتوا ما عملتوش مؤامره على علي خليل خالص يا استاذ ابراهيم كده يعني؟ بالعقل كده. انا راجل بيكسبني، انا علي خليل بيكسبني. باخد مكافآت من خلال المكسب اللي احنا كسبناه، وكان السبب فيه علي خليل سواء بمساعدتنا او بغير مساعدتنا. انا النهارده مش هتعاون معاه. يعني كده زي ما بيقولوا نعقلها ونتوكل. لا، ما هو ده بالعقل، انما بالعواطف وبالإحن والمنافسات اي عواطف ممكن يبقى لا اي عواطف. انا النهارده بلعب في الملعب. انا ممكن يعني عشان اوضحها اكتر للناس مش لحضرتك. انا بلعب في الملعب، انا بشتغل خدام للاعيب معين، مش لازم اسم علي خليل، يعني للاعيب معين، ولا بشتغل عشان الجماعيه. انا كان معروف عني ان انا للجماعيه في كل حاجه. كويس. انا برضو كنت بجيب اجوان، وطلعت هداف الدوري سنتين، وطلعت احسن لاعب في مصر برضو سنتين. صحيح. فالنهارده انا فرصتي ان انا اجيب جون كويسه وفرصه ان انا ابصيها لعلي خليل يجيب جون برضو كويسه. افضل ان انا اجيب جول. بس خلاص. وده كان فاروق، دي مشاعر فاروق جعفر برضه. بس خلاص. انا بقول لي قصه علي خليل لانه اولا قد كده ذاكره الجمهور ما بتنتهيش. ما بتنتهيش. لا ما بتنتهيش، وطول الوقت يعني فاكر طبعا. ويحكوا. تقعد مع شباب دلوقتي يحكي لك الكورنر بتاع سنه، يعني حسب سنهم، يعني مثلا 96. ولو عاوز تعلم واحد حاجه بتحكي له نموذج معين، سواء عن نفسك او عن حد من زملاتك او حد من الفرقه الثانيه او اي لعيب. كان اللعيب انت عارف الستينات والسبعينات دول انا بعتبر يعني بالرغم ان هم ما حققوش حاجه لمصر، لكن دي اعظم جيلين جم مصر لغايه النهارده. ليه ما حققوش حاجه لمصر؟ ليه ما كسبناش في السبعينات والزمالك والمنتخب؟ وكان عندنا حسن شحاته وفاروق جعفر وطه بصري، ده الزمالك. وكان عندنا لمصر حسن شحاته وطه بصري الزمالك والخطيب. هقول لحضرتك الزمالك حقق. يعني انا مثلا لعبت 8 سنين 9 سنين، هنقول بعد ما بطلت اعتزال ولعبت تاني هنقول 10 سنين. كويس. يعني حققت فيهم 4 بطولات، 3 كاس مصر وسنه دوري اللي قالوا عليها بالجون الاعتباري بتاعه كده. لكن ما حققناش حاجه لمصر لان ما كانش في حاجه في مصر. ما فيش حاجه خالص في مصر غير لعيبه موجوده. اللعيبه الموجوده دي بيعملوا ايه؟ بياكلوا ويشربوا ويتمرنوا 3 مرات في اليوم. لكن بيحتكوا بحد؟ كنت تقدر تجيب فرقه من بره؟ كنت تقدر تسفرنا بره نعمل معسكر بره ونحتك بمنتخبات تانية؟ ليه فندم؟ ما انتوا لعبتوا مع ديربي كوانتو، كان الزمالك مشهور بالفوز على الفرق انا بتكلم على منتخب مصر دلوقتي. انا بتكلم، انا بقول لك الزمالك هنقول حاجه. يعني التواصل مع يعني انت ما كنتش بتقول انه المنتخبات ما كانش مرعيه زي لا الاهلي لعب مع مونشنجلادباخ والزمالك. دي انديه وانديه تقدر تجيب، لان ممكن تجيب وسانتوس جه وريال مدريد مش كده. لكن المنتخب كان بيستعد الاستعداد اللي يتناسب مع البطولات اللي كان بيشارك فيها. ما كانش موجود الكلام. مفيش حاجه من الكلام ده خالص. حتى اللبس اللي كان بيجي لنا اعانه. اعانه من مين؟ اعانه من المانيا او اعانه من اي دوله من الدول الاخرى اللي هم بتوع منح يعني بتوع منح اعانه. جايبين منحه، بس منحه لبس. عشان كده خسرتوا 76. ما كناش نقدر نعمل حاجه. لا 76 دي كانت حاجه غريبه جدا. دي حاجه تانية خالص. 76 دي اللي خسرناها على ارض مصر امام زئير، دي 3-2 واحنا كسبانين 2. دي حاجه تانية خالص. دي قصه تانية خالص. دي بقى يعني دي بقى اللي هي يقول لك الكره غياظه. هي الكره غياظه بقى في الماتش. يعني ايه غياظه؟ كره غياظه. انت راجل كسبان 2 وماسك فرقه هريها، تعور عندك لعيب، اتغير التشكيل، خسرنا 3-2.
خسرنا ده فرقه بتاعت 6 بتاعت 74 مش 76 74 اللي كانت في 74 دي فرقه لما تيجي اقول لك كان التشكيل مين وقاعدين بره مين، انت هتقول يا نهار اسود يا نهار، لما تسمع بس كده يخسر الفرقه اللي قدامك تخسر لوحدها وتمشي. بس ما كانش فيه احتكاك ولا بتحتك بحد ولا بتجيب فرقه من بره تحتك معاها ولا حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا. وهو اتغيرت طبيعه اللعب بتاع السبعينات عن طبيعه اللعب اللي انت تعاملت معاه في الالفيه الجديده دي. يعني طبعا اتغيرت اللعب، نفسيته اتغيرت، تفكيره اتغير، وعيه اتغير. الستينات والسبعينات لغايه 90 لغايه ما اتعمل الاحتراف كويس. اللعيبه بتلعب مجانا، بتلعب مجانا. يعني ايه مجانا؟ يعني اذا كان لي راتب شهري 200 جنيه 250 جنيه بياخد مكافآت على الماتش كذا، الكلام ده كله. لكن بعد 90 وبعد الاحتراف وبعد الارقام اللي بتتزايد من سنه لسنه بالنسبه لاسعار اللاعبين، تقول ان دي لغايه سنه 90 الفرق كل الاجيال اللي جت دي كانت بتلعب مجانا. فبتلعب مجانا بس فيه حب سواء للنادي او للرياضه نفسها، كوره او للمنتخب. يعني ككوره انا بتكلم على الكوره، اخلاص وحب للكوره يعني للنادي، لان ما كانش فيه انتقالات. انت اول ما تمضي في نادي الزمالك لغايه يا تموت يا تبطل. واخد بال حضرتك انت ازاي عشان تسيب. لكن بعد كده سنه 90 تقدر كل سنه تقدر تروح اي حته، وكل ما تروح حته بتقبض من هنا وبتقبض من هنا، وده خلى الدنيا احسن بقت ماديه. من بعد 90 بقت العمليه ماديه. وهي الرياضه عامه وكره القدم بالذات فلوس. تصرف هتلاقي فيه يعني حاجه جايه من ورا الصرف ده. انا افهم من الصرف ده يا كابتن حسن صرف على معسكرات، صرف على تدريب، انما مش صرف على حب. يعني هو انا لما اخد مليون جنيه هحب فريقي اكتر يعني لو خدت مليون ونص؟ لا انا بقصد اخلص اكتر. استاذ ابراهيم انا بتكلم على الانتماء. ما هو الحب ده هو الانتماء. الانتماء يعني انا كنت بنتمي للفانيلا البيضاء من يوم ما مضيت لها سنه 66 لغايه ما بطلت سنه 83 84. احسبها انت حضرتك من كام 66 لغايه ما بطلت، بالرغم في 6 سنين مفقودين اللي انا رحت فيهم الكويت. في الفتره دي اي لعيب يوم ما هيمضي هنا هيبطل وهو برضه في النادي ده. فكان في انتماء. انتماء. انت النهارده بتنتمي للفانيلا اللي انت بتلعب لها دلوقتي. لكن بعد سنه ممكن تبقى في فانيلا تانية هتنتمي لها برضه، هتحبها. مدى انتمائي للفانيلا دي متوقف على اجري من الفانيلا دي، ولا متوقف على خلاص انا لبست فانيلا حبي بقى للكوره؟ يعني لان بحس ان احنا اللعيبه بقوا موظفين او بقوا زي الصنايعيه كده. لا هنقول اهو كده نقول ايه، المواهب قلت وبقى اللعيب المصنوع كتير. لعيبه مصنوعه بقت كتير. وبقت كتيره ليه؟ النهارده حضرتك انت تشوف ولي الامر في مدرسه الكوره وهو لسه 7 سنين و8 سنين واخد ابنه ورايح مدرسة الكورة أملا في إيه؟ في إنه يبقى نجم شهير مع فلوس، مستقبله يبقى مضمون. ما بقتش الشهادة هي المضمونة. لا، أنت خد الشهادة عشان يعني إيه؟ العقل السليم في الجسم السليم، يبقى معاك الشهادة. مش عقل سليم في الجسم السليم. في ناس مشالين ومقعدين ودماغها توزن بلد. مش كده؟ ماشي. مش عارف جابوا الكلام ده منين، بس ماشي هنقول ماشي. وده اللي حاصل. فالنهارده ولي الأمر بياخد الولد الصغير ابنه لسه في مدرسة الكورة 8 سنين املا انه يبقى نجم ويبقى معاه فلوس، لان بقت الكوره او الرياضه بس الكوره بصفه خاصه هو مستقبل. ازاي بقى مجموعه من اللعيبه معظمهم بينتمي للفانيلا اللي بتديله اجر اكتر وممكن يضرب لو ما خدوش البدلات او يلعب وحش او حتى يتامر على مدربه؟ ازاي الاجواء اللي في الكره المصريه دي خدت انت لعيبه منهم وعملت بيهم 3 بطولات؟ المعادله دي تمت ازاي؟ صوابعك مش زي بعضها يا استاذ ابراهيم. يعني انت اخترت من اول اختيار طبيعه اللعيب بس. وانا كل في منتخب مصر 8 من المنتخب راحوا الاهلي بعد ما دخلوا المنتخب. يعني الموضوع مش موضوع انتماء لفانيلا او حب الفانيلا. لا معلش، لا انتماء في الوقت ده. يعني عاوز اقول ايه بالنسبه للنادي، لكن منتخب فانيله البلد فانيله مصر اي حد يتمنى ان هو يرتديها. انا كان بتكلم على الانتماء بالنسبه للانديه. للانديه المنتخب معروف دلوقتي. المنتخب كان الاول. طب هقول لحضرتك حاجه يا استاذ ابراهيم. الاول كان ممكن في لعيبه تستدعى كانوا يعتذروا عنها انضمامهم للمنتخب. اللعيبه دلوقتي الحمد لله ده فضل من عند ربنا. اللعيبه بتستنى استدعائهم عشان
يجروا يروحوا يمكن ما عدا محمد بركات وشيكابالا في النادي بياخد اكتر ما بياخد في المنتخب. لكن هو بيحب ليه؟ ما برضه عشان برضه ما دي عمليه برضه، لان في مكاسب بتيجي وفي انجازات بتحصل، فبقى في صوت لمنتخب مصر. فالنهارده اللعيب بيحب يبقى موجود في منتخب مصر. هو موجود في النادي بالرغم ان النادي بياخد اكتر في النادي من المنتخب. المنتخب كل فين وفين لما بتحقق بطوله بتاخد، بتلعب ماتش وكسبته بتاخد، لكن النادي كل اسبوع وليك راتب شهري، وكل اسبوع بتلعب ماتشات، وكل ما بتكسب بتاخد مكافآت. فهو بياخد فلوس في ناديه اكتر ما بياخد من منتخب مصر. لكن هو حبا في تواجده منتخب مصر هو اللي بيخليه ان هو يعني بيحاول ان هو يعني يبقى جاد عشان يخش ويقاتل عشان يبقى موجود في منتخب مصر. طيب يعني دي نفسية اللعيبة أو طبائعهم اتغيرت من قبل الاحتراف لبعد الاحتراف. حضرتك قلت إن المسألة بقت فيها ماديات. طب ودي حقيقة. لكن منتخب مصر موضوع تاني. ده منتخب مصر منتخب أي بلد موضوع تاني، لكن حاليا منتخب مصر موضوع تاني. طيب اللعيب نفسه ما تدربت في مراحل سنية مختلفة يا كابتن حسن، وخدت بطولات مع ولاد شباب صغيرين، وهم نفسهم كبروا معاك ودخلوا المنتخب. اتغير اللعيب، بيتغير بالشهرة، بالسن، بالعلاقات، بالفلوس. يعني النفوس دي اللي قابلتها 18 و17 سنة وفضلت معاك 27 و28 سنة، حصل لهم تحولات وبتتعامل معاهم ازاي؟ ما حصلش تحولات. ما حصلش تحولات معاك. بيحصل تحولات من خلال التربية، من خلال البيئة اللي كان عايش فيها. يا اما هو عاوز يفضل طول ما هو موجود في الملعب حاجه كبيره ويبقى محبوب ويبقى اخلاقه كويسه وسير وسلوك. عشان كده تلاقينا دايما نقول ايه؟ ان احنا في اختيارنا بيبقى سير وسلوك قبل الناحيه الفنيه. ليه؟ ده وضع طبيعي. لان الراجل النهارده سير وسلوكه كويسه، هتلاقيه ملتزم، هتلاقيه منتظم، هتلاقيه جدي. عارف حضرتك ازاي؟ وبعدين في النهايه التوفيق بقى من عند ربنا. انا مش عارف سير وسلوك هنا يعني يا كابتن حسن. سير وسلوك انا بقصد سير وسلوك ايه؟ مش عاوز اقول مشيانه اذا كان ماشي صح ولا ماشي غلط. سير وسلوكه يعني علاقته بالجمهور ايه؟ علاقته بالاعلام ايه؟ علاقته بزملاته ايه؟ علاقته بالجهاز اللي معاه ايه؟ كل الكلام ده انا ده اللي بعتبره سير وسلوك. لان هو لما يكون موجود معايا انا مسؤول عنه. واقدر ازاي اخليه يبقى ملتزم ومنتظم و يعني. لكن هو مش موجود معايا، هو تبع ناديه. فالنهارده لما تيجي تقول والله ده فلان ده يا سلام عليه وعلى ادبه وعلى اخلاقه، غير ما تقول على واحد تاني يا عم لا يا عم ما تجيبش سيره ده فلان ده ماشي وبطال مثلا. لا يعني يا كابتن حسن اللي ينتظم في الصلاه عندك ولا اللي لا 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 مالهاش. ما دي برضه عشان دي عملت لي مشكله. دي عملت لي مشكله. الالتزام مش عمليه التزام الصلاه. لا لا لا، الدين لله، الدين لله والوطن للجميع. الالتزام ده اهم حاجه، لان هو ملتزم بره الملعب. ما هو السير والسلوك ده عباره عن ايه يا استاذ ابراهيم؟ السير والسلوك ده بره الملعب، يعني انا راجل ملتزم بره الملعب، انا اخلاقي كويسه بره الملعب، لما هتبقى جوه الملعب هيبقى نفس الوضع. ما هو ده ينطبق على اللاعب كرة القدم في مصر او في الشرق فقط، لانه بره الملعب بيروح مع صاحبته، كمان بيروح الباب يعني ده اللي احنا وبعدين في الملعب بيدغدغونا كوره. لا ده اللي احنا فاهمينه. ده اللي احنا فاهمينه ان هم كده. احنا عشان كده لاعيبتنا ما تستحملش حته الاحتراف الخارجي. لان دي بتبين لك للناس الفرق. دي بتبين لك ان اللعيب اللي بره دينه بيقول كده، دينه مباح ليه يعمل اللي هو عاوزه، لكن هو ملتزم خلال فترة زمنية معينة، وهي فترة تواجده في ناديه او تواجده عنده مباراة بعد 4-5 ايام، بعد اسبوع. الكلام ده ان هو بقى يوم يروح مع صاحبته ويروح مع اي حد، حر. ده هو حر. لسبب واحد، لينا الملعب، لينا الملعب، لينا الالتزام فيه. طب ما لينا الملعب. بتقول حسن السير والسلوك في الخير، يعني لو سهر لاعب عندك عشان ما تلعبوش. ما انت عشان تضمه، ما انت عشان تضمه لازم تبقى سير وسلوكه كويس، لان سيره وسلوكه بره الملعب هيخلوه ملتزم معاك، ملتزم مع ناديه. انت بتعرف من مدربه في ناديه، بتعرف من الناس في ناديه. ما هو الكلام ده كله انت مش بس لمجرد تسمع عنه واحد يقول لك والله ده اخلاقه كويسه وماشي كويس. لا، ما انت الراجل بتسال مدربه وبتسال ناديه وبتسال الكلام ده كله، وبعدين بيبقى موجود معاك. حضرتك بتترجم يعني حسن السير والسلوك التزامه وانتظامه وعلاقته بالجمهور، بالاعلام، بزملاته، بالجهاز بتاعه، الكلام ده كله. مش علاقته بربنا.
لا علاقته بربنا دي ده بينه وبينه ده بينه وبين ربنا، ده بينه وبين ربنا. اصل البعض بيتصور كده البعض دي عملت بيتصور لي مشكله. كابتن حسن شحاته يختار وفق التزام اللاعب ديني، التزام ديني، بيصلي وبيصوم. لا ده هو دي اتقالت في فتره زمنيه وعملت مشكله. اللي هي ايه؟ زيدان. وانا كنت بدي مثل، وكنت برضه في برنامج كده، وكان يمكن مع الاستاذ محمود سعد على ما اظن. فبقول له ان انا زيدان ده كذا وكذا، قلت له يا زيدان وصلي يا زيدان وبتاع. يوم ماتش البرازيل واحنا في الملعب المغرب أذن كويس، او ميعاد المغرب جه. فصلينا، فانا لقيت زيدان بيصلي. فقلت له بعد الصلاه، قلت له والله يا زيدان انت ربنا هيكرمك النهارده. فنزل جاب جونين. فقال لك بص هو بيبص ازاي عشان الصلاه وبتاع، اللي ما بيصليش ما بياخدوش. ده ملهاش دعوه دي خالص، ولا ده انا بدي مثل ان ولد لما بقول له كذا وكذا وكذا وهو يعني بيصلي قلت له ربنا هيكرمك. عارف ازاي هم خدوها ان انا لا ما باخدش الا اللعيبه اللي بتصلي واللعيبه المتدينه، وانا ضد اللعيبه اللي هي مش على دين اسلام. ده عملوا لي موضوع، عملوا لي قصه ما بعدهاش قصه، عشان انت عارف احنا في مصر يعني هتقول حاجه زي كده يعني بعد البرنامج ده ربنا يستر. انما هذه الامور مش في ذهن لا لا لا, لا الدين لله والوطن للجميع. لا وفكره انه مش اللاعب الملتزم بمعنى الملتزم هو اللي مش لازم دينيا نلتزم دينيا بينك وبين ربنا. انت بينك وبين ربنا. لكن انت ملتزم النهارده، ملتزم ايه؟ في مواعيدنا، سواء نوم او اكل او رايحين التمرين، او ملتزم في لبسنا كويس، ملتزم في اللي انا بقول لك عليه عشان تنفذه في الملعب. كلام كوره يعني، كلام كوره. لكن الالتزام الديني ده بينك وبين ربنا. انا ماليش دعوه بيه. انا ماليش دعوه بيه، لكن ابقى حابب ان انا شايف كل الناس قريبه من ربنا، سواء بتقرا عشان كده تنزعج لو الناس بتصلي جماعه واثنين لعيبه ما بيصلوش، وحصل كتير بتنزعج. لكن وحصل كتير وتنبههم. انا ما رحتش لا انا ما اروحش انبههم. انا ما اروحش انبههم. هو من نفسه، وحصل قبل كده، هو من نفسه شايف ان اللعيبه كل شويه قاعدين ويقروا قران وبيصلوا مع بعض وهو مره واثنين وثلاثه مش موجود معاهم، بالرغم ان هو موجود اهو شايفهم، لكن ما بيروحش معاهم. هو بعد كده لوحده اول واحد بيبقى موجود. انما هو ده اللي بيكسب من غير ما اكلمه. لا مش هو اللي بيكسب، لا لا هو ده ممكن يكسبه معاه في الحياه، بس يعني يكسبه في الحياه، يكسبه في ماتش بينه وبين ربنا، تبقى انت تحسس ان انت يعني مرتاح نفسيا. انت مرتاح نفسيا. انما مش ده اللي بيقضي على الخطه، ومش ده اللي بيحط الجول وده. لا طيب امال ليه بنلاقي المساعدين بتوع حضرتك طول الوقت ماسكين المصحف، زي مثلا كابتن احمد سليمان، زي المصحف بيقروا ساعه الماتش القران او ساعه ضربه الجزاء؟ لا 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 ساعة ضربة الجزاء وانت واقف كده بتقرا ومن فرط فرحته جري وقام حاطط معلش ده كان المصحف ده كان في النهائي لما يبقى معاه مصحف لكن مش موجود. لا ما بقصدش يعني هو عاوز اقول ايه، هو ما بيعملش المصحف كده للكاميرا عشان يقول لهم والله المصحف هو اللي كسبنا. لا دي مجرد ان هو دي حاجه لا شعوريه يا استاذ ابراهيم. لكن انت طول ما انت مثلا موجود وبتيجي هجمه عليك، ما انت بتقرا ايات قرانيه. يعني هي مشكله بتقرا ايات قرانيه. كلنا مع بعض قبل ما اللعيبه تنزل بنقرا مع بعض، واحنا في دايره كده متكاتفين بنقرا ايات قرانيه. لكن هي دي بتخلينا ايه، مرتاحين نفسيا. لكن هي مش يعني. بس مش هي السبب في مكاسبنا. وده كلام دقيق ومهم، لانه المكسب بالعمل وبالجهد. لانه لو على الدعاء كل الناس بتدعي، لان النهارده مش هيبقى الاهلي والزمالك الاثنين بيقروا نفس المصحف، احط رجل على رجل واقعد اقرا قران وبتاع، وبعدين الحكم هيكسبني. لا مش هينفع. لازم تجتهد ولازم تعرق ولازم تتعب، لكن هتكون مرتاح نفسيا. مرتاح نفسيا ان انت بتقوم بواجباتك الدينيه. دي بس دي ما فيهاش مشكله. الحصل فعلا كابتن حسن، الاهلي والزمالك الاثنين بيقروا نفس المصحف، الاثنين بيدعوا نفس الدعاء. انا النهارده بلعب مع فرقه اجنبيه مش على ديني، وهم ما بيقروش قران، ممكن يكونوا بيصلوا صلاتهم او ماشيين على الطقوس الدينيه بتاعتهم. اقول لك لا هروح اكسبهم عشان هم ما بيقروش قران. طب هم بيهرونا كوره. طيب يعني الشغل يعني دي قيمه مهمه، بتدي راحه نفسيه. بالظبط، بتدي راحه نفسيه وروحانيه وطاقه ايجابيه. بيني وبين نفسي كده مطمن ان انا الراجل شخص سليم. ان شاء الله ربنا هيكرمني، ان شاء الله زي اللي بيقرا الفاتحه قبل ما يخش الامتحان. هو هيجاوب الفاتحه، هو لو ما كانش يذاكر يكش يقرا البقره، مش هيجيب كلمه يعني اكبر صوره بس صحيح. كابتن حسن، المدرب المصري الحقيقه يعني جزء من الاحساس العام عند المدرب في مصر بيبقى شعر كده بالاضطهاد
او في قلبه غصه طول ما هو مش مدرب الاهلي والزمالك. يعني بحس طول الوقت انه المدربين الفرق الاخرى على مميزاتهم وعلى قدراتهم، لكن لسه حكايه انه مدرب الاهلي والزمالك يبقى هو المدرب الكبير. هل ده حقيقي؟ لا، اتغيرت الخمس سنين العشر سنين الاخرى دول، او من سنه 2000 يعني اتغيرت تماما. لان عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول في انديه مدربينها بياخدوا او بيتقاضوا رواتب شهريه ولوائح للمكافآت اكبر من الاهلي والزمالك، اذا كانوا هم اذا كان الاهلي والزمالك فيه مدربين مواطنين. يعني اذا كان في مدربين مواطنين تلاقي في انديه تانية رواتبها اعلى من المدرب، لكن لو مدرب اجنبي اكيد الراتب بتاعه اكيد بيبقى اعلى من اي حد. على طول حضرتك جاوبت على السؤال بالاستناد الى الاجر. ما لازم استند الاجر. لازم استند الاجر، لان برضو اللي هيروح الانديه الكبيره دي مش اي مدرب ومش اي حد. وهم كمان لما بيبصوا لازم يكون واحد هيضيف لهم شيء. هيضيف لهم شيء. لما تيجي انت تبص لمدربي الانديه كلهم مدربين بسم الله ما شاء الله، اساميهم كبيره. لكن النهارده مش كل الاسامي الكبيره دول هيجوا في وقت واحد هيدربوا الاهلي والزمالك. عارف حضرتك ازاي؟ ده ممكن يعتزلوا حتى من غير ما يضربوا الاهلي والزمالك. مش كده؟ مش لازم يدربوا الاهلي والزمالك، لكن ممكن يكون ربنا موفقهم مع الانديه الاخرى. وماشي وارد، هم مدربين كبار اكيد، بس بيبقى جواه حته انه مش ما دربش دلوقتي. خلاص دلوقتي لا. لانك انت النهارده تقدر تقيسها ازاي؟ بالدوري العام. انت تشوف كل الفرق النهارده يا استاذ ابراهيم بتلعب للمكسب، سواء بيلعبوا قدام الاهلي او بيلعبوا قدام الزمالك او بيلعبوا قدام الاسماعيلي. كل الفرق نازله تكسب. فما بقاش فيه حته الاضطهاد دي. انت ومجهودك. يعني انت ومجهودك، بس انا ممكن اكون نادي امكانياتي اعلى من ناديك. اللبس اللي انا بلبسه غير اللبس انت اللي بتلبسه. الاجور اللي عندي بالنسبه للعيبه غير الاجور اللي عندك. بمناسبه الاضطهاد يا كابتن حسن، ليه الزمالك طول الوقت شعر بالاضطهاد؟ الزمالك كنادي، الزمالك كمدربين، الزمالك كلاعيبه. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ ابراهيم. ممكن يكون من خلال المشاكل اللي بقالها 5-6 سنين في نادي الزمالك حاصله، سواء من يعني عقده الاضطهاد عند الزملكاويه من 5-6 سنين بس يا كابتن. ما انا هقول لك برضو، ما هم لهم دور في الحته دي يا استاذ ابراهيم، وانت راجل زملكاوي. لهم دور في ايه؟ ان كل حاجه بتحصل في نادي الزمالك في الاعلام. واذا ما كانش الاعلام عنده فكره عنها، احنا مننا فينا كزملكاويه سواء موجودين في النادي او بره النادي بنطلع نتكلم فيها. بس طول الوقت هتشوف الزملكاوي بيقول اتحاد الكوره ضدنا، الحكام بيجاملوا الاهلي. مش ما اقدرش اقول لك يا استاذ ابراهيم حاجه زي كده، لان ديت عمليه بتبقى عمليه، يعني عارف ازاي؟ انت بتحاول تحسس نفسك انك دايما مظلوم. هو دايما الزمالك كده تحاول عيان بالاحساس بالاضطهاد ده. ده مش كان ايامكم يا كابتن حسن؟ ده اتولد ايامكم. لا، ما هو احنا ورثناه منكم. لا، ما انتم ورثتوه مننا. بالرغم ان كان في طبعا مجلس اداره جامد قوي، وكابتن حلمي الله يرحمه ويحسن اليه كانوا في لعيبه جامده قوي بتاع، لكن برضه كان في الاعلام يطغى. ايوه ما انا بقول لك الاعلام يطغى. الاعلام عشان كده بقول لحضرتك ايه برضه الحته اللي بتكلم فيها حته اعلاميه. بمعنى ايه؟ بقول لحضرتك كل حاجه بتحصل في نادي الزمالك تلاقيها منشوره، ولو هم ما نشروهاش تلاقي احنا كزملكاويه او اللي موجودين في النادي بيطلعوا يقولوا كل المشاكل دي. يعني احنا دايما مصدرين مشاكلنا للجماهير كلها، مش جماهير الزمالك بس. طيب ايه علاقه المشاكل دي يا كابتن حسن ب ان احنا نقول ده الكره مش اوف سايد وحسابها اوف سايد وضيعوا علينا؟ ده كلام كوره وكلام بقى ناس قاعده عشان تقول والله ضيعوا علينا دي وما ضيعوش علينا دي. ليه الزمالك اللي طول الوقت عنده هذه العقده؟ بسال حضرتك. ما هي عقده الظلم. ما انا بقول لك عقده الظلم. انا عاوز دايما ابقى في الظلم عشان يبقى مبرراتي او المبررات اللي انا اصدرها مبررات كتير، ان انا التاني او الناس ممكن عاوزه تبرر لي فيبقى ده الزمالك ده مظلوم، ده شفت الحكم الفلاني عمل له كذا وكذا، ده حسب للنادي الاهلي وما يقدرش يحسب للنادي الزمالك. احنا اللي بنصدر الحاجات دي. دي اوهام طبعا، مش ممكن تبقى حقيقه وممكن تبقى اوهام، لان على طول الوقت بنقولها. انا مش قايم من هنا قبل ما اعرف هي حقيقه ولا اوهام. لا، ما انا بقول لك يعني النهارده لو هفضل طول الوقت بقولها تبقى اوهام، لكن في
بعض الاحيان بتبقى حقيقه. يا سلام. حضرتك هتمثلني وممكن تيجي تقول طب الجون بتاع محمد حسام اللي سنه 80. صحيح. ما هو انت عاوز توصل معايا للجون صح. لا هو على طول كل زملكاوي ده في قواعد اساسيه، كل زملكاوي يقول لك الهدف حسن شحاته الملغي سنه 80. كابتن حسام بعديها بس بعديها ب 20 سنه بيعتذر لنا يعني اللي احنا هو كان معايا في اتحاد الكوره واحنا مع بعض وبتاع، فبيقول لي كذا وكذا وكذا لان هو بعد كده شافها مره واثنين وثلاثه واربعه. عارف حضرتك ازاي؟ انت وحضرتك خارج من الملعب اياميها يا كابتن حسن كنت مدرك ان القصه دي هتعيش طول العمر كده؟ هو ده طبيعي والله. طالما بين اهلي وزمالك، طالما الماتش اهلي وزمالك، اي حاجه تحصل سواء للاهلي او الزمالك لازم تبقى طول العمر. الكل هيفضل يتذكرها والكل هيفضل يحكي فيها، ودي من ضمن الحاجات اللي هي بتوصلنا لحته ظلم الزمالك الدائم. من البذره دي، البذره ظلم الزمالك الدائم. شفت احنا ورثناها منكم. طب يا كابتن حسن لما قطع الفانيلا مثلا، مشهد قطع الفانيلا في مباراه المنيا، ده كان غصب عني يا استاذ لان الكره كانت واقفه معانا وقفه فظيعه جدا. ده كان ماتش المنيا والمنيا 3 سنين ورا بعض او 4 سنين ورا بعض. المفروض يعني المنيا سوري في الكلمه يعني مش زي الزمالك يعني، ولا لاعبتها حتى زي لاعيبه الزمالك. لكن الاربع سنين بتضيع مننا الدوري بماتشها اللي في مصر مش اللي في المنيا. ماتشها اللي في مصر. اللي اشمعنى الزمالك اللي بيحصل له الكلام ده يا كابتن حسن؟ يعني هو انتوا دافنين حد تحت الملعب؟ مش احنا، وانا مش عرفنا انا بقى صغير يعني، مش عرفنا انا يعني. وبعدين ايه اللي حصل لما حطيتوا الجول؟ وبعدين جوان بتضيع. حارس المرمى كان حارس مرمى الزمالك بس المنيا خدته. يعمل كده تيجي في ايده، يعمل كده تيجي في ايده، عطاها ظهره تيجي في ظهره. مفيش. بكلم بجد والله في الماتش ده بالذات. وفين لما انا جبت جول فيعني من كذا فبتطلع ده كويس ان هو ما طلعتش على اعصابي لان هي دي حته دي هي دي العصبيه او هو ده الاعصاب. ده كويس ان هي جت في التيشيرت ما جاتش في اعصاب انا. صحيح. دي حقيقه والله، دي حاجه لا شعوريه، حاجه دي مش تمثيليه. يعني ماتش. وبعدين ايه، اول 5 دقايق جاي فينا جول وطول بقى 90 دقيقه عمالين نضيع وحارس المرمى زي ما بقول لحضرتك كده. فكانت عمليه غصب عن الواحد. وعشان كده بيقولوا بمناسبه الحارس المرمى اللي كان زملكاوي وراح المنيا وتالق ضد الزمالك، ليه بيقولوا انه دايما مدربين اللعيبه اللي بتخرج من الزمالك تبقى اكثر عنادا مع الزمالك؟ ما تعرفش يعني. عاوز اقول دي حقيقه ولا برضه من اوهامنا؟ لا دي اوهامنا. لا دي اوهام. النهارده استاذ ابراهيم اللعيب اللي بيلعب في فرقه كان في الزمالك او كان في الاهلي وراح فرقه ثانيه وبيلعب ضد الزمالك او بيلعب ضد النادي القديم بمعنى اصح، هو مش عاوز يبقى لعيب كويس او عاوز يقول للزمالك انت هتندم على هي دي الفكره. انا عايز اقول للزمالك بس ما بيقولش لاي. ما دي اتقالت على اللعيبه يا استاذ ابراهيم واتقالت على المدربين. المدربين الزملكاويه انتوا ما تتشطروش الا على الزمالك. صحيح. العمليه مش عاوزين نوصل لكده بقى نبقى واسامه عربي ما لسه متعادل مع الاهلي ولسه لا ما فيش ما اظنش ان في مدرب يفكر كده. ما فيش حد يفكر كده يا استاذ ابراهيم. هو مدرب عاوز ينجح. مش معنى انت عاوز الجهاز بتاع انا راجل زملكاوي كويس. الجهاز يعني بنلعب بين الزمالك وكنت ماسك مزارع دينا كويس والزمالك واخد الدوري بس في ماتش دينا مزارع دينا جاي عشان يلعب الماتش عشان يحتفل بالدوري وهو واخده خلاص. يعني حتى لو خسر برضه عنده ماتش تاني هو واخد الدوري مفيش مشكله. فجينا مع مزارع دينا هزم. انا الزمالك كسبت الزمالك فطلعت برضو الكلام ده. حسن واتشتمت كتير في الملعب. اول ماتش الميدو واتشتمت كتير في الملعب كمان يعني من جمهور الزمالك. ودي كانت بالنسبه لنا عمليه صعبه يعني ان انا اتشتم من جمهور الزمالك. عارف انت ازاي؟ لكن هو الزمالك احتفل بالدوري في الماتش اللي بعديه. بس انا اجلت احتفاله وهو واخد الدوري حتى مع المحله. لو ما خسر مفيش مشكله بس عاوز ياخد الدرع عشان يعني يبقى فعلا بحقه وحقيقي. فقال لك حسن شحاته حرم الزمالك او اجل الاحتفال بدرع الدوري. واتشتمت على اساس ان انا من الزملكاويه اللي ضد الزمالك. في انا حسن شحاته ضد الزمالك؟ ده مصيبه سوداء. ما ينفعش. حسن شحاته وهو بيدرب الشرقيه وهو بيدرب مزارع دينا وهو بيدرب المقاولين، غير حسن شحاته وهو بيدرب منتخب مصر ولا هو نفسه؟ لا نفسه؟ هو تقدر حضرتك تقول يا استاذ ابراهيم تدريب الانديه ولا المنتخبات اصعب او اسهل؟ اصعب او اسهل. هي اللي بدنا نقول. لكن هو مش يختلف. الاجابه نقول لا والله تدريب المنتخبات اسهل من تدريب الانديه فعلا. بمعنى ايه؟ ده عنوان مهم. بمعنى انت عندك القماشه بتاعتك كبيره. تختار من كل الانديه اللي قدامك اللعيبه المميزه. لكن انت كراجل مدرب نادي القماشه بتاعتك اهي. انت طلبت لعيبه
جاب لك اللعيب ده وما قدرش يجيب لك اللعيب الفلاني، فدي قماشتك. فانت بتحاول تتعامل مع القماشه وبتشكلها بالشكل يتناسب مع عدد اسابيع كتيره في الدوري. لكن انت تقدر تختار من كل الانديه دي اللعيبه المميزه جدا واللعيبه اللي انت شايف من وجهه نظرك شايفها ان هي كويسه وكذا وكذا وكذا، وبعدين بقى يبقى شغلك في ماتشاتك. عشان كده بقول لك المنتخبات اسهل للجزئيه دي. طيب بس يا كابتن حسن، لما كانوا بيقولوا ان الاهلي لما كان حلو المنتخب يبقى كويس، وانه حسن شحاته بيكسب بالمنتخب بتاع لا دي الفتره، ما انا بقول لك برضو الناس اللي هي برضو بتطلع الايام دي برضو اشاعات وان انا ضد الثوره وان انا وان انا وان انا وان انا، هم دول برضو اللي حبوا يعملوا فتنه في الوقت في الفتره دي. حبوا يعملوا فتنه في الفتره بتاعت هاني سعيد لما كان رايح الزمالك وبعدين ما اعرفش ايه، وقال لك حسن شحاته واقف فيها يا اما ما ياخدوش المنتخب لازم يروح يعني عارف هم دايما يجوا كده عشان يعملوا دوشه. بس حقيقه الامر انك كنت بتكسب ومعاك 8. ما انا هقول لحضرتك اكبر عدد من اللعيبه في الوقت ده الاهلي واخد البطولات كلها بما فيها بس هو كمان الاهلي خد منك احمد فتحي وسيد معوض، يعني كانوا معاك قبل ما يروحوا الاهلي، واحمد حسن يعني انت لا ما هم يعني كانوا معاك في المنتخب قبل ما ينضموا للاهلي. اوكي بس لما تيجي تبص للكم الاكبر اللي كنت واخده في الفتره اللي كان الاهلي بيكسب فيها على طول وفرقته كويسه قوي 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 قوي، كان في 8 من النادي الاهلي 8 معايا في المنتخب. ممكن ما كانوش كلهم بيلعبوا في ماتشات المنتخب، جزء منهم بيلعب وفي بعض الاحيان كانوا هم الاغلبيه اللي هم بيلعبوا، فراحوا مطلعين دي. وكان يقول لك دايما انت لازم تروح تشكر جوزيه ان هو بيجهز لك اللعيبه دي. طب انت النهارده بيقال ان ممكن جوزيه بيقول لبعض اللعيبه انت في المنتخب غير النادي. ده بيقول لابو تريكه الكلام ده. ابو تريكه سي لابو تريكه سي لسيد معوض سي لفلان الفلاني بتاع. فاذا النهارده برضو احنا بنعمل شغل. يعني انا باخدهم انا النهارده لما اجي تلاقي عندي يا استاذ ابراهيم عشان ااكد لك الجزئيه دي، انا في البطولات الكبيره بعمل شغل كويس قوي، وتلاقي كوره لمنتخب مصر ما حصلتش. وفي الماتشات الفردي اللي هي يعني عندي ماتش بس بيبقى وحش قوي، ممكن النتيجه ما تبقاش كويسه. ليه؟ السبب ايه؟ انا هنا باخدهم 4 ايام او 3 ايام في لعيبه جايه مثلا مختار انا من 9 انديه، فجايه انا من 9 اجهزه، لعيبه جايه بفكر 9 اجهزه. انا خلال 3 ايام انا هقدر ان انا اظبطهم واغير ده عشان ياخدوا فكر انا وطريقه انا وكلام انا وينفذوا كلام انا في 3 ايام، غير ما اقعد 35 يوم قبل البطوله، والبطوله كمان بفضل اكمل فيها، بقعد 20 يوم او 3 اسابيع، ادي 50 يوم. تبقى ورطه في كاس العالم كده يا كابتن حسن. مش هنوصل كاس العالم ابدا كده. ليه؟ لان كاس العالم مباريات متفرقه. ما هي التصفيات بتاعتنا، معلش التصفيات بتاعتنا، ما احنا السنه اللي فاتت 2010 يا استاذ ابراهيم احنا برضو كنا متاخرين جدا، ومره واحده بقينا اول المجموعه. لكن حصل بند تغيير بند من الاتحاد الدولي في لائحه وبالتالي اتعملت مباراه فاصله وخسرناها. يعني عايز تقول ان احنا كنا هنوصل اهو، ما المفروض رغم المباريات المتفرقه، بالرغم من مباريات متفرقه. عارف حضرتك ازاي؟ حتى انا بعد الحكايه دي قلت انا بعد كده ما اقدرش اجمع 3 ايام 4 ايام، مش اقل من 10 ايام في اي بتاع. وكان كلام كله مع لجنه المسابقات يعملوا الجدول بتاعهم بناء على كده، لان احنا بنيجي نعمل قبل ما يعملوا جدول بتاع الدوري لازم نقعد معاهم ونقول لهم والله احنا عندنا الاجنده الدوليه بتاعتنا. ده طلب رسمي من حضرتك قبل المباراه الدوليه، عايز 10 ايام. عندنا اجنده دوليه وعندنا مباريات رسميه. رسمها الاجنده الدوليه هي المباريات الوديه، وعندنا اجنده في رسميه مباريات رسميه. نجيب هنا المباريات الرسميه في الشهر ده والشهر ده والشهر ده والاجنده والاجنده والاجنده. اعمل لي فراغات وتفرغات من اسبوع ل10 وبناء على يبدا يحط جدوله بناء على عامل ده مع جنوب افريقيا في الماتش الجاي. ما هو ده معمول من زمان. البرنامج ده معمول من زمان. هنعمل ايه مع جنوب افريقيا؟ احنا خسرنا ماتش يوم خسرنا يوم، لان كان في المفروض يوم اخر ماتشات الاسبوع اللي جاي ده كانت يوم الاربعاء بقت الخميس، فنجمع الخميس. فهم لا، عشان في ماتش المقاصه النهارده والاسماعيلي اتأجل بسبب دواعي أمنية، فاتأجل اللعب لغاية الحد. فهم راحوا برضو مزودين يوم، فبقوا بدل فرقتين يلعبوا ماتشين يلعبوا هيلعبوا 4 ماتشات يوم الخميس، فهيبقى التجمع بتاعنا يوم الجمعة. هنعمل ايه في ماتش جنوب افريقيا؟ ان شاء الله خير.
انا مش هقدر اقول لحضرتك حاجه غير ان شاء الله خير، واحنا هو ده ماتش فاصل بالنسبه لنا زي الماتش اللي فات. الماتش اللي فات كان فاصل بالنسبه لنا. هتختار شيكابالا في القائمه ولا شيكابالا بسم الله ما شاء الله ماشي كويس. انا باخد الناس كلها اللي بتبقى ماشيه كويس. مش عاصي شويه معاك شيكابالا عن بالعكس والله؟ دي من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تكون عامله لهم مشكله، ان هو معايا حاجه جميله قوي فعلا. دي حقيقه. امال كل ما يشاع انه متمرد وانه في الفتره اللي هو كان يقال ان هو مصاب فيها وانا شايف ان هو مش مصاب. وكان الكلام ان انا شايفه ان انا لما تطلب منتخب مصر يطلب لعيب من نادي لازم يجي لو مصاب زي ما حصل قبل كده، نكشف عليه ونمشيه. يكشف عليه ونمشيه. ده لو كان الدكتور بتاعنا قال والله التقارير اللي جايه اوكي والاشعاعات صح مظبوط وده راجل محتاج اراحه محتاج علاج محتاج كذا كذا، شيك هاند. دي قاعده تطبق على الجميع. قاعده تطبق على الجميع من اول ما مسكنا من اول ما مسكنا. بس تيجي فهو الفتره اللي كان حصل فيها كلام هو ما جاش وقفل تليفونه ما بيردش على حد. فقلت لا انت النهارده لما تستدعي واحد لازم يجي لازم يجي او الدكتور بتاعه يجي يقول لنا التقرير بتاعه والله الراجل ده كذا وكذا وكذا. في الفتره دي الدكتور كمان ما جاش وبقى بالتليفون مع مين؟ مع الدكتور بتاع المنتخب. ما في ازمه. فدي عملت الازمه دي. هي دي المره الوحيده اللي عملت فيها. بعد كده هو في المعسكر لاعب معاك لطيف ومستجيب ومؤدب وملتزم وكل حاجه. طب ليه ما بيديش في المنتخب زي ما بيدي في الزمالك؟ ما خدش فرصه لسه؟ ده بالعكس ده كلامك انت ده كان كلامهم برضو زي كلام المدربين التانيين ان هو بيدي في المنتخب اكتر ما بيدي في النادي. والله؟ هم رايهم كده؟ طب يعني احنا عايزين كل الناس تدي المنتخب اكتر يا يعني. رب يا رب يا رب. هل انت رايك فعلا ان ابو تريكه عجز زي ما بيقولوا؟ لا. نسبة عطائه مش قلت شويه؟ نسبة عطائه قلت لان احنا كلنا مرينا بالظروف دي. كلنا مرينا كلاعيبه كوره بيجي لك كلاعيبه كوره بيجي لك فتره من الفترات. يعني الفتره اللي جاء فيها ابو تريكه كل الكلام في الافلام في المسلسلات في اي حاجه ابو تريكه ليه؟ لانه كان حاجه جميله طبعا كان حاجه رائعه ولا يزال حاجه رائعه وما زال حاجه رائعه. كل الحاجات دي يا استاذ ابراهيم بيبقى لها تاثير. دايما النفس اماره بالسوء. يعني ايه مش يعني هو الراجل مش هيروح لكن النفس اماره بالسوء. يعني انا ممكن اخد اسعد بنفسي شويه فبتحصل لك دروب. الدروب ده تخرج منه امتى؟ لكن تيجي تقول والله ان هو كبر. ده في عندي 2 3 لعيبه اكبر من ابو تريكه ب4 سنين. وائل جمعه لكن ايه بيدوا. فهي واقفه شويه. بسم الله ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله فعلا اسطوره. فواقفه مع ابو تريكه شويه. لكن ما اقدرش اقول لابو تريكه بطل. يعني ده دروب. ده دروب. وهتختاره؟ لا انا مش هختاره لانه ما بيلعبش. سوري في الكلمه يعني انا لسه ما اعلنتش. لكن هو ما بيلعبش لانه مصاب. فصعب انه يقعد 3 4 ماتشات ما يلعبش وبعدين انا اروح ضمه. ويعني مش هتبقى العمليه مظبوطه. خبر يعني. هيجرح عشاق ابو تريكه خالص؟ لا مش هيجرحهم لان هم عارفين ان هو مصاب ما بيلعبش. هو ما بيلعبش ابو تريكه بقى له 3 ماتشات يعني. وبعدين انا عارف ان هو مصاب. مش قاعد عشان هو مستواه وحش. لا مصاب. هل تقدر يا كابتن حسن تشرح لي ازاي الاهلي خد 6 بطولات افريقيا والزمالك خد 5 بطولات افريقيا؟ الاهلي يمكن 7 كمان والمنتخب خد 3 فوز متتالي للدورات الافريقيه ومع ذلك بنقول ان الاتحاد الافريقي بيضطهدنا؟ احنا اي حاجه الاتحاد الافريقي وحياته. الاتحاد الافريقي هم قالوا الاتحاد الافريقي بيضطهدنا. يعني انا واحد من الناس زي ما يقولوا حضرتك ايه ان انا راسلت الاتحاد الافريقي كراجل كمنتخب مصر مش حسن شحاته ان هو بيحط لنا كل مباريات التصفيات في الفتره الزمنيه اللي فيها الدوري انتهى واللي فيها تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد اللي هو شهر 6 و7 و8. دي أغلب التصفيات بتتعمل فيها. بس ده للكون كله. ما أنا هقول لحضرتك بس. فجه يعني من ضمن الحاجات وكانت دي عملية ودية من ضمن الحاجات إن إحنا المناخ اللي عندنا غير مناخ دول كتيرة أفريقية. الشتاء عندنا غير الشتاء زي جنوب أفريقيا. يعني الشتاء في جنوب أفريقيا يبدأ من شهر 6. واخد بال حضرتك لمده 3 شهور ولا 4 شهور بالرغم من الشهور اللي قبلها ممكن بس بيحصل بيبقى صيف عندهم بس بيحصل امطار. واخد بال حضرتك فهم بيحاولوا يعملوا توازن يعملوا بالانس بين يعني طلباتنا احنا كمصر وبقيه الفرق على اساس ان هم شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 ده بيبقى عند انديه منتخبات تانية او في بلاد تانية بيبقى شهور مطر ما يبقاش عندهم الدوري في منتخبات تانية او بلاد تانية الدوري بيبدا عندهم مثلا شهر 11.
لكن هو بيعمل حسابك، انت بتقول له 6 و7 و8 ده يا اما الدوري انتهى يا اما ببدا فتره اعداد عشان الموسم الجديد. كويس. في دول تانية قالوا لك ايه بقى؟ هو ده اللي انا بقول لحضرتك. في دول قالوا لك في دول تانية في الشهور دي في عز الدوري، في عز الدوري، يبقى انا بعمله مش بعمله ضدكم وفي صالحهم، لكن بحاول اعمل بالانس بين الدول الافريقيه. ده كان مصدر الاضطهاد الوحيد اللي الناس بتتكلم عنه ده. لا في نفس الوقت كمان ان هو للانديه المصريه اللي بتلعب في افريقيا تلاقي حاطط مواعيد قريبه لماتشاتهم مع ماتشات منتخب مصر، بالتالي ما تقدرش تاخد من الانديه اللي بتلعب في افريقيا لعيبه. يعني كأنك يا كابتن حسن بتقول لنا ان هم عاملين ده مخصوص. لا مش معلوم مخصوص، لا انا ما بقصدش، بقول لك ان هي بتيجي كده، فلما تيجي تناقشهم يقول لك يعني ممكن تقتنع بكلامهم، بس سبحان الله رغم كل ده وبنكسب احنا الحمد لله. يعني يبقى اذا ده مش اضطهاد ولا ده لا معوق؟ انا ما قلتش اضطهاد، انا ما قلتش اضطهاد يا استاذ لا اصل طول الوقت انا بقول احنا لما بنلتزم عشان الحكم او درجه الحراره ده قبل او الرطوبه. ده قبل 2006 يا استاذ بعد 2006 ما حصلش. بعد 2006 احنا عمرنا ما حطينا مبرر لهزيمه. ده بالنسبه للمنتخب. بالنسبه للانديه اي نادي انا ماليش دعوه، نفس الكلام. انا ماليش دعوه بقى التحكيم الافريقي. انا ماليش دعوه. سمعت كم مره كابتن حسن احنا على ايامنا التحكيم الافريقي؟ لا احنا على ايامنا برضو كان كده. احنا على ايامنا رغم ان انا بقول لك ان احنا ما كناش بنستعد اي استعداد، لكن كانت الفرقه اللي بتيجي مصر كنا بندشدشها. بس لما بنخرج احنا بره بندشدش. والله دي حقيقه. فكنا برضو بنقول الكلام ده الجو كان حر قوي، ده الرطوبه عاليه مش قادرين ناخد نفسنا، ده مطره شغاله ما اعرفش، لكن هو في الاساس احنا ما استعدتش. في الاساس انا ما استعدتش. كل دي مبررات. دلوقتي الحاجات دي كلها كل حاجه متاحه دلوقتي. فلوس، ادوات، ملابس، فنادق، كل حاجه متاحه، ما عندكش اي حجه ولا اي مبرر غير انك تستعد الاستعداد الجيد. يعني انت لن تقبل بفكره الحكم والحراره والرطوبه لا من اي نادي. يعني انت راجل بتتكلم عن مصر كلها. انا بتكلم من موقع ان انا راجل مدير فني منتخب مصر، فبتكلم على الكوره في مصر عامه. يعني كابتن حسن لو عرضوا عليك انك تدرب النادي الاهلي هتوافق؟ وانا مع منتخب مصر؟ لا ولا انا من غير؟ طبعا انا راجل بروفيشنال. لو انت عندك امثله كتيره يعني. يعني بدايتها اولهم او كابتن جوهري. هو راجل اهلاوي ومعروف عنه كذا كذا ومدرب الزمالك. صحيح. لكن فانا راجل بروفيشنال. يعني ان انا النهارده اي نادي اي نادي طالما انا مش موجود في المنتخب ومش موجود في نادي الزمالك، فانا ليه حق ان انا ادرب اي نادي. والنادي الاهلي يجوز جدا واي نوت، ليه لا؟ لو النادي الاهلي ده نادي كبير. النادي الاهلي نادي كبير. لا مش كبير بس النادي الاهلي. لا بس خلاص طيب خلاص. فعشان كده بقول لك انا راجل بروفيشنال، وانا مش موجود في المنتخب ومش موجود مع الزمالك. طب ما انا ممكن ليه الحق ان انا ادرب النادي الاهلي او غير النادي الاهلي. ولو تعرض الاهلي والزمالك تروح الزمالك بس ما تروحش الاهلي؟ معلش دي حاجه وقتيه بقى، وقتها هنتكلم فيها. تعرف انا رحت الاهلي ستورز اللي بيبيعوا فيه فانيلات الاهلي. المحلات اللي عملوها دخلت ده، فطبعا ذهلوا الجماعه اللي راجل زملكاوي جاي بيحيى معايا ابني، فقلت لهم ده يحيى وفاطمه اهلاويه وفظاع وابو تريكه وفانيله 22 فيعني واتصوروا بقى مع الاهلي وفانيلات الاهلي، وبعدين صمموا ان انا اكتب كلمه على اللوحه. فكتبت هذا ما جناه ابني عليا. ازاي خليت كريم واسلام زملكاويه ولا ما كانش في فرصه انهم يبقوا اهلاويه؟ لا هو كريم قبل اسلام. كريم لان كريم في الفتره اللي انا كنت بلعب فيها كان عندي كريم بس. فكان معايا في النادي على طول. يعني معايا في النادي على طول الابن الكبير بقى بالظبط كده. البكري. عارف حضرتك ازاي؟ اسلام بعد ما كده اسلام جه لانه لعب. كريم لعب في نادي الزمالك لغايه 20 سنه، واسلام نفس الحكايه لعب في نادي الزمالك لغايه كانش في اي فرصه انهم يبقوا اهلاويه. الواحد ازاي يخلي ابنه زملكاوي في العصر المهبب ده؟ كابتن حسن زيك بيتهزم. بص هقول لحضرتك حاجه. الاجيال يا استاذ ابراهيم بتطلع اهلاويه او زملكاويه او اسماعيليه او على حسب نتائج الانتصارات وقتها. الانتصارات. طب ما انتوا كنتوا في السبعينات كان في عتاوله مصر في الزمالك، اعظم لعيبه شهدتها الزمالك طول عمرها، ومع ذلك ما كانتش الشعبيه اكتر من الاهلي. لا ما كانتش اكتر من الاهلي. ماشي اوكي، ما دي حاجه بقى مش بتاعتنا. لكن كانت شعبيه طاغيه، شعبيه طاغيه فعلا. ان الجماهير بتاعتنا دي يعني زي الدوري الانجليزي. فل. يعني ماتشاتنا كلها فل.
بره لو لغايه دلوقتي الاستاد بيتملي زمالك واهلي. لا ما الزمالك جه الفتره الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا برضو الزمالك بدا جماهيره تقل، لكن مش ولد عمره 10 سنين بيشجع الزمالك، ليه عمل في نفسه كده؟ ليه اهله عملوه؟ لا الزمالك دي فتره زمنيه بيعديها. الاهلي برضو مر بالظروف دي، خد بال حضرتك. في الستينات الاهلي مر بالظروف دي. طبعا مر بالظروف دي. طمنا والنبي يا كابتن. لا دي حقيقه، دي حقيقه مر بالظروف دي. هم الاهلاويه يقول لك احنا مرينا بالظروف ديت. وجا فتره من الزمرات في الفترات اللي المشير عامر عمل لهم معسكر في الفنيه العسكريه، لان هم كانوا يعتبروا اخر الدوري او قبل الاخير او حاجه زي كده، الهبوط يعني بالظبط كده. كابتن حازم، بتتفرج على ماتشات الدوري بطبيعه الحال، بتتفرج على الزمالك، هل بتتفرج عليها كمشاهد زملكاوي بقى متعصب وساعه ما يجي جول في اخر دقيقه؟ انا عمري ما كنت متعصب يعني، عمري ما كنت متعصب سواء، لكن متفاعل ومنفعل يعني. بنفعل مع الحاجات الخايبه اللي بشوفها يعني. في حاجات بتحصل قدامي خايبه من اللعيبه يعني، فتلاقيني ممكن عشان كده بحب اقعد اتفرج لوحدي. والله بحب اقعد اتفرج لوحدك. بتفرج لوحدي. لكن ماتشات الاهلي ما بتحركش ان حد يشوفك وانت عايز يخش في الاهلي جول لا تصدق ان انا ما عنديش الحته ديت يعني. هو يجي يقول لك والله ان انا النهارده بتمنى، انا راجل كزملكاوي بتمنى زي مثلا ما شفت في الفضائيات اول امبارح ناس طالعين كتيره ويقول لك لا ده احنا المقاولين هيكسب 3 وما اعرفش المقاولين هيكسب كام وبتاع والكلام ده. لكن انا ما فيهاش الحته دي. انا عاوز، انا بقعد اتفرج دلوقتي شغل يعني، ما بقعد بتفرج شغل. ماتشات الزمالك بتفرجها شغل، بس في برضو ايه حاجه كده، حاجه شداني حاجه شداني. فتلاقيني وانا قاعد ممكن تلاقيني اروح شاتم لعيب عمل ما اعرفش ايه بتاع بس لوحدي، ما حدش بيسمعني. بس بمناسبه الشتايم دي بقى، ازاي انت بتنصح اللاعب اللي بتشتم من 50,000 فم في الاستاد يحافظ ازاي على مشاعره واعصابه؟ لانك انت تعرضت الى اكبر ضغط ممكن من جمهور الاهلي الحقيقه، عشان المساله تبقى واضحه. ودي حقيقة في ارض الملعب، ووصلت المسائل الى افدح هتافات يسمعها لاعب كره في حياته، يسمعها انسان في حياته، ومع ذلك تحملت وتحاملت وبقيت زعيم الكره في الزمالك وفي مصر. ازاي بقى اللاعب يعمل ايه؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذ ابراهيم. دي واحد في وقتها، واحد اهلاوي واهلاوي يعني، قال لي هم لو ما عملوش معاك كده، لان هم عارفينك انت لعبك شكله ايه وامكانياتك شكلها ايه ومستواك شكله ايه، فلازم يعملوا لك حاله من الاحباط ان هم يشتموك الشتايم الكبيره دي كلها. عرفت؟ انا بقى كان عندي حاجه زي ما بيقولوا ايه، مضاده. ايه؟ مش ثوره مضاده لا، حاجه مضاده. ان دي لازم اخلي الناس دي تسكت. الناس دي لازم تشجعني. فكان بيبقى عندي حاجه يعني كده، حاجه ربانيه كده بتديني باور ان انا لازم الناس دي تسكت من خلال ادائي. من خلال يعني كان بيديك تحدي اكتر، مش أكتر. احباط. لا هم بيعملوا لي احباط بالشتايم دي. لكن انا التحدي اللي عندي ودي مش ده يعني اجابه كده دبلوماسيه، لا، التحدي اللي عندي كان بيخليني الناس دي لازم تسقف لي في الاخر. لازم أو تسقف تسكت في الاخر او تسكت. هي مش هيسقفوا لي لكن تسكت. وده اللي كان بيحصل في اغلب الأحيان. طب ده ما بيحصلش مع كل اللعيبه يا كابتن حسن؟ دي لما بيجي فرصه ان انا ممكن اتكلم مع لعيب، بقعد اتكلم معاه وبديله برضو مثل من اللي انا التجربه دي، ان انا اللعيب ده انت ترد عليه ليه ولا ترد على الجمهور ليه؟ انت تخلي، هي المصيبه الكبرى ان جمهورك هو اللي يشتمك. دي بقى اللي تطعن، دي بقى اللي تعمل لك احباط، مش تديك باور ولا تديك تحدي. لا، دي بقى اللي ممكن تعمل لك احباط. وبرضه حصلت في الزمالك، بس ما اظنش حصلت في فرق تاني. لا انا ما حصلش معايا لا معاك اكيد. لا انا بس هي الحته بس زي بقول لحضرتك، وانا مدرب لما كنت ماسك مزارع دينا. مزارع دي بالنسبه للغضب، هم حتى قعدوا في الماتش ده قعدوا يهتفوا هتهبط بالرغم ان انا ماسك انا ماسك في اخر الموسم يعني. مكان الكابتن احمد رفعت، والكابتن احمد رفعت كان ساب وبتاع. فانا جيت مسكت نهايه الموسم يعني هتهبط وبتاع والكلام ده، عارف ازاي. ايه اكثر المواقف اللي تعرضت اليها كمدرب في الفتره الاخيره قسوه وحسيت انها خبره لابد ان تقال حتى للانسان العادي؟ لا بس دي مش خبره يا استاذ ابراهيم. الحاجه اللي انا اتعرضت لها الفتره الاخيره، وانت كسبان بتهاجم وبيقللوا من قدرك وبيقللوا من كفاءتك وبتهان وده جرحك طبعا. ده انت وانت كسبان، امال انت وخسران بقى يعملوا بقى يطلعوا القطط الفطسانه، خلاص مش هتفرق معاك. مش هتفرق معاك. ده انت راجل بتحقق انجازات
اللي فلتت مننا، بس دي الحاجه الوحيده اللي فلتت مننا ان احنا ما وصلناش لنهايه كاس العالم. ومع ذلك تعتبر حققت 95% من كل البطولات اللي دخلت فيها، بما فيها البطوله العربيه، بطوله حوض النيل، بكله. ليه ما بتتعاملش مع الانتقادات الحاده بانها زي شتائم الجمهور كده، تحولها لطاقه بدل ما طب ما هي بتتحول، بس هم عندهم هنا، هم عندهم نغصه في قلبهم. ليه يا كابتن حسن؟ ما اعرفش. تقدر بقى تقول غيره، تقدر تقول حقد، تقدر تقول كذا كذا، وخاصه اللي هم في نفس الكارير بتاعك، اللي هم زملاتك او مدربين معاك، لكن كاعلاميين دول بقى منهم لله. بس انما انت كنت لاعب محبوب يا كابتن حسن. الحمد لله. كمدرب زملائك لما يتحولوا الى التدريب يبقى منافسين وغيرين اكتر منهم؟ في منهم، مش كلهم، لا في منهم كلهم عادي يعني، دي عادات وفي من عند ربنا وبتاع. في ناس بتبقى عندهم شيء من الغصه شويه في قلبهم، حته الغيره شويه والحقد شويه والكلام ده. المدربين ما كرموكش يا كابتن حسن؟ المدربين المصريين لم يكرموا حسن شحاته؟ لا اطلاقا. لا ستكرم يا كابتن حسن في قلوب الناس يعني الحمد لله. بس هو ده كرم في قلوب الناس، وده حب الناس طبعا، ده فضل كبير من عند ربنا. ويا رب حتى عتب الناس وغضب الناس برضه حب على الموقف. زياره حب. مصطفى محمود دي كانت من باب الحب، لانك لو لم تكن تعني عندهم حاجه ما كانش التفتوا ولا ما كانوش يهتموا يعني، انما لانك انت حاجه كبيره جواهم فكان يقولوا لازم يبقى حسن شحاته بتاعنا احنا، مش بتاع حد تاني. سيظل حسن شحاته بتاعنا احنا دائما إن شاء الله المعلم. ان شاء الله. شكرا جدا كابتن حسن، نورتنا واشرقت علينا. وكويس ان حضرتك اتحت لي في الميدان وقناه التحرير الحلقه الجميله اللي احنا فيها دي كلها، ونرجو انها ان شاء الله تتكرر على خير باذن الله. والف مبروك مقدما على جنوب افريقيا يا رب. ربنا يسمع منك. اشكركم جدا. تعالوا نتواصل بعد الفصل. شكرا زبري. يا سلام.